هو أنا بالنسبة لي محمد شبل فيه شبه كبير من ستانلي كوبريك، مش عارف هو دي آه، نهاية آه، اسمها أنا دي لاحظت ده حقيقي فعلًا، أنا قُلتها، أنا لاحظت قُلتها ده فعلًا. لمعتز أصلًا، قُلتها لمعتز في صورة كده هو شبهه بالملي، فبعتها له. بجد يعني مش لوحدي. آه، إحنا ال3 بنحب محمد شِبل وكل واحد فينا بشكل فاهمني، فدي حاجة كويسة يعني في الحالة دي. مساء الخير، ده بودكاست هيكون عبارة عن دردشة في مواضيع بتشغل بالي ومحتاجين كلنا نتكلم عنها ونفكر مع بعض بصوت عالي يعني. سواء كانت الحلقة لوحدي أو معايا ضيف. حبيت أبدأ البودكاست ده بسلسلة هتكون بتتكلم عن مخرجين اتظلموا في السينما المصرية، أعمالهم ما تسلطش عليها الضوء بشكل كافي، وما أخدوش فرصتهم وما أخدوش فرصة كبيرة لعمل عدد كبير من الأفلام يثبتوا بيه جدارتهم يعني. فالحلقة الأولى حبيت أبدأها بمخرج ليه تأثير كبير جدا في أفلام الرعب. وهنفهم في الحلقة دي ليه. معايا 2 أصدقائي هيشاركوني في الحلقة دي بما إننا إحنا ال3 متفقين على أهمية الراجل ده في السينما المصرية. معايا إدان شرامي وأسامة، كل واحد فيهم هيعرف نفسه دلوقتي. أهلًا بيك يا معتز وأهلًا بالصديق التاني أسامة، فمش محتاجين نتكلم كتير عن نفسي بس يعني ممكن تقول إن دانشو هو شخص عنده قناة على اليوتيوب يعني بيتكلم عن الفلسفة، عن الفن، عن السينما، عن أي شيء بحرية. فبالنسبة لي عشان بنتكلم عن أي شيء بحرية، فبالنسبة لي المخرج محمد شبل هو شخص مُقيّد بالحرية بتاعته. كان شخص مُقيّد بإن هو مش عارف يعبّر بحرية عن الأفلام بتاعته، لكن مع ذلك تشاء الصدفة برضه أو إن ممكن نقول اللي هي إيه، الكوميديا السوداء، إن هو الرقابة اللي حاولت إن هي تقيّده لا زال بيُذكر حتى الآن، ولو إن ذُكر الرعب يُذكر فيلم التعويذة أو يُذكر محمد شبل عمومًا. الضيف التاني اتفضل عرف نفسك. ازيك يا معتز؟ يعني لا عندي قناة ولا عندي حاجة، عندي بس كراسة وقلم بكتب فيهم الحاجات قبل ما انام عشان ما انساهاش. وموضوع ممتع وانترستنج، انا هتكلم عن محمد شبل، بالذات فيلم انياب. الفيلم ده يعني ليه تأثير كبير عليا انا شخصيا، ويعني حابب نبدأ الحوار مع بعضينا كده ونشوف الحوار هيروح على فين. نبدأ محمد شبل من مواليد 1949، واحد من تلامذة يوسف شاهين واللي اشتغل معاه مساعد في أفلام ليه بعد ما كان متأثر بيه من الطفولة. وآخر عمل ليه كان سلسلة عبارة عن 12 فيلم تسجيلي عن يوسف شاهين بعنوان حدوتة شاهين. وأول فيلم طويل ليه كان أنياب من إنتاج شركة مصر العالمية بتاعت يوسف شاهين برضو. غير كده اشتغل قبلها مذيع ومخرج في إذاعة البرنامج الأوروبي من القاهرة، وكان بيقدم برنامج بالإنجليزي كذا برنامج يعني من ضمنهم برنامج بيتكلم عن موسيقى الروك. وأفلامه عبارة عن 4 أفلام: أنياب سنة 81، التعويذة سنة 87، وكابوس سنة 89، وغرام وانتقام بالسطور سنة 92. ودرس في معهد الدراسات السينمائية في نيويورك، ووالده كان سفير في روسيا، وهو كان هيمشي على نفس نظام أبوه ده، بس هو اختار يدرس في السينما. بس هو هو كان اختار كان يعني. متحدد له ان هو يبقى دبلوماسي سفير في واشنطن او في موسكو. اه بالظبط، اختار ده بقى ان يعني هو هو كان رافض لده، بس دي كان حاجة كان ممكن واقول لك على حاجة. هو تأثره بيوسف شاهين مش جاي من فراغ. هو اشتغل في فيلم اصلا مع يوسف شاهين، ظهر ظهور كده وهو لسه عيل صغير عنده 11 سنة. يقال مم. انه مثل في فيلم بين ايديك. الفيلم نزل سنة 60. كان ساعتها محمد شيبلي عنده 11 سنة. محمد شيبلي مواليد 49 على ما اظن. مم. كان ضمن تلاميذ في المشهد أو كده. يعني دي أصلًا بداية تأثُّره بيوسف شاهين، إن هو ظهر معاه في فيلم وهو عيل صغير. اه ويُقال إن آه، هو كان بيحب أغاني الأفلام بتاعة يوسف شاهين، وكان بيسمّع صحابه أغاني فيلم جميلة، جميلة أبو حريد. الكلام ده انا لما بحثت عن محمد شبل على اليوتيوب ما ظهرليش غير فيديو واحد او فيديوهين لقناه اسمها شيخ الحاره، وما اعرفش هل شيخ الحاره ده ليه علاقه بالبرنامج اللي هو بتاع بسمه وهبه ده ولا لا. بُص، انا الشيخ تمام. الحارة بتاع المذيع دي حاجة والقناة دي قناة اليوتيوب دي حاجة تمام. قُل لي ليه، هاقول لك ليه دلوقتي. جميل. القناة التانية دي بتقعد تfake كده وتكتب حاجات لمجرد بس فاهم اللي هي إيه،
كدب، فاهم، بتفتري على الناس. يعني أنا امبارح لقيتهم إيه، عمالوا يقولوا خالد أبو النجا مات. يعني كنت بسيرش على خالد أبو النجا باتفرج على فيلم ليه، فلقيت القناة دي، فدي قناة بتاعت شخص مغربي تقريبا أو بيتكلم بلهجة مش مصرية، صعيدي كان والشيخ صعيدي. الحر. اه تمام فهمت. ف آه فالشخص ده فالشخص ده يعني شخص غريب، فاهم، بيكدب كده وخلاص. إنما الشيخ الحر التاني بتاع هي بس محاولات أنا كاتش. والغريب ان القناة فيها مليون مشترك، هو إيه فدي حاجة غريبة. ما هي ما هي الفكرة في هي إيه، معتز، هي الكذب القنوات منتشرة لأنها منتشرة أصلًا قايمة على الإشاعات. ما هي ايوه إشاعات، بالظبط. وفي نفس الوقت يعني أنت الفيديو هتلاقي آه، اصلا. إمم. اتكلم، قول يا رام. هتلاقي إن محمد شبل أصلًا لو دَوّرت على اللقاءات بتاعته أو دَوّرت على حاجة، هتلاقي لقاء صغير كده على ماس بيرو، وده مش لقاء كامل، ده جزء مقصوص من اللقاء. يعني حتى مقصوص من لقائه مقصوص. مع سلمى الشماع. والمذيعة أصلًا عرّفت محمد شبل غلط، يعني حتى هو عدِّل عليها وقال لها على تفاصيل كتير في حياته هي ما ذكرتهاش، وحتى مم. الأسئلة اللي هي سألتها له هو ما لمّا جه يجاوب عليها، هي الفيديو ما فيهوش الرد، ده هو فيديو متقطّع أصلًا، فاهم؟ فتخيّل أنت يبقى عندك مُخرج، يعني أنت مثلًا إيه، أفشل المُخرجين عندهم فيديوهات وعندهم حلقات ولقاءات، فاهم؟ إنما يبقى أنت عندك مُخرج بالحجم ده، بالأفلام دي، حتى وإن كان مثلًا أفلام يُؤخذ عليها أخطاء أو أي حاجة، ما أنت عادي، ما أي مُخرج عنده أخطاء، ما يتذكرش، أو المسبيرو ما تذاعش اللقاء بتاعه كامل، أو ما تذاعش أصلًا ال اللقاء ده، فدي أصلًا في حد ذاتها مؤامرة عليه، أنت فاهم قصدي؟ يعني تقدر تقول ان هو اتظلم ما أظنش اعلاميا. إنها لحد مؤامرة يا رامي، هو تجاهل. فهو التجاهل في حد هو ليه ذاته، ليه هو ليه التجاهل حوار مع يسري نصر الله، التجاهل في ليه حد حوار مع ذاته يسري نصر مؤامرة. الله على مجلة السفير. هو التجاهل كنت في باعت حد صورته ذاته لمعتز. مؤامرة يا صديقي. بُص، حاولت التجاهل في اظبط حد الصورة دي ذاته بالاي اي ان مؤامرة. هي تتوضح، ما عرفتش خالص. ما أنا باقول آه، لك التجاهل هو مؤامرة في حد ذاته. ما أنت يتم التجاهل إيه، يعني التجاهل بقصد أو التجاهل بسبب تصرفات الشخص، تمام؟ فهل محمد شِبْر كانت آه، تصرفاته وحشة أو كان هو شخصية وحشة؟ الإجابة يعني على حسب اللي إحنا وصلنا له لأ، والأعداء كان لأفلامه مش يعني حتى الرقابة ما كانتش كان مش بتاعتنا لأفلامه كشخص، كان لأفلامه. خاصةً إن فهنا هو يبقى كسر التابوهات ال3. بالضبط، يبقى هنا التجاهل بالظبط. يبقى بقصد. يبقى بالنسبة لي التجاهل هنا كان آآ مؤامرة، أو ده مش هنقول مؤامرة يعني عشان ما باحبش أستخدم الكلمة دي، بس اللي هو إيه، تجاهل مقصود. عدم الكلام عنه، عدم ذكره، وده مش بيحصل مع المخرجين بس، ده بيحصل حتى مع المؤلفين ومع الكتاب ومع الشخصيات التاريخية. عندك مثلًا الإمام محمد عبده، أنت لو جيت دَوّرت عليه هتلاقي المعلومات عنه مكذوبة، والمعلومات في كذا معلومات عنده، والمعلومات كلها متضاربة. طب ليه الكلام ده؟ لإن هم حطّوا الكذب عشان يحاولوا ينهوا الشخصية دي، عشان يتجاهلوها، فإن هم ما بيتكلموش عنها هو أو كان راجل بيقولوا معلومات تجديدي، بالضبط، هنا العداء. راجل جادد كتير، وليه كتاب هو وجمال عبد الدين الأفغاني، كتاب اسمه العروة الوثقى، موجود على مؤسسة هنداوي. القصد من القصة عشان ما نسرحش برّه الموضوع، إن هو ممكن يحصل عداء، ممكن يحصل تجاهل، والتجاهل هنا يا إما بمعلومات كاذبة أو بإن أنت ما تتكلمش عن يعني الشخص أصلًا. من اكتر المعلومات الكاذبة اللي لقيتها ان هو بيتكلموا عن ان اشاعة موته، ان هو بعد ما مات جثته اتسرقت من المقبرة بتاعته. دي كان حاجة غريبة وانا بسيرش يعني عنه. سمعتها كتير يعني، ان الجن هو خطف الجثة بتاعته. القصة دي اتقالت أصلًا، يعني في فيلم عَدَل ينتقم، الفيلم ده دايمًا كان مرتبط في ذهني أصلًا إن هو إخراج محمد شبل، إنه برضه مم. كان جايبين راجل فلكي ساحر حقيقي في الفيلم ده، وقال تعويذة حقيقية اسمها التعويذة البهراتية، والف بهراتوش مش عارف. والفكرة آه، في التعويذة دي، عايز أقول لك هو قالوا مات، تمام؟ دَوّر ورا آه، الشخصية هتلاقي إن هو مات بعد سنين من الفيلم، يعني ما ماتش بعدها على طول حتى، ما ماتش تمام؟ بعدها على طول. آه، بس مش هاقول لك ده، بس هو عشان إيه، الناس بتعمل فيديوهات وبتاع وجَو إيه، بهارات. وتثير جو غامض وبتاع بهارات، فاللي هو إيه، مات. مع إن هي أصلًا يعني إيه، ما نقدرش نعتبرها أصلًا فراشة، لإن بالنسبة لي أنا لا أؤمن بتلك الأشياء، بس حتى يعني فاهم، لو مات بعدها فأنا كنت هاقول هو مات مش صدفة، مات بسبب ولو مرض، مات في ساعتها يعني ولو مات في ساعتها، فاهم؟ يعني فيعني إيه، هنا أكبر دليل إن هو حتى لو استخدم تعويذة حقيقية، فأنت شُفتها في الفيلم والcast كلّه شافها والبشرية كلّها شافتها، هل كل الناس دي ماتت حصلت والّا مش؟ الإجابة لأ. فيعني إيه، لأ، ده بس ده هي في يا رامي، في بقى نظرية فشخت الواقع،
إنه مش بس بقى يعني أبطال الفيلم اتأثّروا بالتعويذة الحقيقية دي، لأ ده إن مصر دخلت في ثقب أسود بعد ما المصريين كلّهم شافوا الفيلم، فمصر دخلت في أزمة اقتصادية وكل المشاكل دي كانت بسبب التعويذة الإماراتية اللي في فيلم عادل إمام. يعني مش بسبب حكم رخيص، لا، لا، عدم ينتقم هو السبب. أنت عارف الفكرة في إيه والله بيفكّرني بإيه؟ العظيم مبرر مقنع جدًا. مرة مقنع. مبرر منطقي. بيفكّر ده بيفكّرني بالأفلام الأجنبية. أنت مثلًا إيه، تلاقي دايمًا الناقد لمّا يبقى قابض فلوس أو الناقد عايز يشكر في فيلم يقول لك بُص، لقد شاهدت هذا الفيلم، وهذا الفيلم فاهم إيه، أكثر الأشياء المرعبة التي رأيتها في حياتي، وتيجي تتفرّج على الفيلم تلاقيه عادي. كل فيلم ينزل كل بالضبط. سنة جديدة يقول لك ده أكتر فيلم رعب في سنة 2022، أكتر فيلم رعب في الفكرة دي 2021 بتساعد في الانتشار فعلًا، في مصلحة في المنتج. الانتشار. بالضبط. فهو أصلًا الإشاعة دي، يعني أنا يعني كنت قُلت لك لو كانت اتعملت كان في فيلم بتاع Cannibal Holocaust، قال لك إن الطاقم اتقتل بجد. فيلم كده آه. من السبعينات تقريبًا، قديم كانيبال؟ هو. فيلم Cannibal إيه؟ Holocaust. Cannibal Holocaust بتاع يا دين راحوا أمي! ده الفيلم ده يا اسطى كمية طبعًا. عنف ودموية بنت آه. لذينة. والفيلم بتاع مشروع الساحرة بتاع The Blair Witch بتاع اللي هو كان إيه، برضه قالوا إن البطل مختفي، وإن البطلة آه. مختفية وبوسترات وبتاع إن هي missing وبتاع. فدي بتبقى حاجات للبيع. فأنت الفيلم ده هو أصلًا عايش بسبب الكلمة دي، بسبب ده. فيلم التعويذة بتاع محمد شبل هو عايش لإن هو فيلم رعب، هو already فيلم رعب، هو فعلًا في ناس خافت منه. تمام. أنا فيعني نفسي تعالَ كده نقول الأفلام بتاعة محمد شِبل أو سواء التعويذة أو أنياب أول مرّة أنت تشوفه فيها كان إمتى وشُفته إزاي وكده؟ سؤال حلو. بالنسبة لي فيلم التعويذة هو أول فيلم أنا شُفت منه مشهد وأنا صغير مش فاكر إمتى، بس أنا شُفت المشهد. وتخيل أنت لمّا تيجي تشوف مشهد لفيلم رعب، أنت مش بتشوف مشهد لكلام ولا حاجة، لأ ده أنت شايف مشهد للفيلم في أكتر حتّة مرعبة. يعني أنا دايمًا كانت واقعة معايا الحتّة دي. فمشهد التحوّل الأخير بتاع ال الدجّال، أو اللي هو إيه، هو الشيطان الحقيقي أو الجِن الحقيقي يعني، وهو بيتحوّل لشكله الحقيقي، بيخرج من الجلد البشري اللي هو متنكّر فيه. فأنا شُفت المشهد بتاع النهاية ده، فده كان بالنسبة لي شيء مرعب. تمام. فدي أكتر حاجة أنا شُفتها، يعني ده أول مشهد شُفته، وفضلت سنين وسنين متجاهل الفيلم وما باشوفوش، وكل اللي باشوفه عنه تريقة وبتاع، لحد ما من فترة قررت إن أنا أشوفه، ولقيت إن هو لأ، الفيلم ييجي منه. حتى برضه فيلم قديم نفس الكلام، إن هو الراجل ده لأ يا جماعة، طب ما هو يعتبر آآ هو حاول من رواد رعب في وساب مصر. بصمة، وساب بصمة. أحمد خالد على توفيق فكرة لمّا جه يكتب رعب، الناس اتريقوا على أول كانوا رافضين أصلًا. اللي ضغط على المؤسسة اللي هي روايات مصرية للجيب إن هي تقبل أحمد خالد توفيق، نبيل فاروق. نبيل نبيل فاروق فاروق آه. كان أشهر من أحمد خالد توفيق، وكان هو بيكتب الرجل المستحيل، فقال لهم يا جماعة لأ، اقبلوه كان وبتاع. هو النجم بتاع الفترة دي. هو النجم. فهو يعني أنت متخيل لولا آه. نبيل فاروق، وحتى باعتراف محمد خالد توفيق، ما كانش هيبقى في سلسلة رفعت إسماعيل أو ما وراء الطبيعة أو بقية آه. السلاسل التانية. فيعني إيه، أنت عندك واحد بدأ رعب، الناس برضه سخروا منه. اللي هو أنت جاي تتكلم عن مصاصين الدماء، يعني سخرية القدر إن هو برضه رفعت إسماعيل كان أول أسطورة ليه، الأسطورة رقم 1 أسطورة مصاص أسطورة الدماء مصاص الدماء. ورجل الذئب. هُم الاتنين محطوطين في مغلف واحد، يعني هُم قصتين. آه. قصة مع مصاص الدماء، وقصة تانية لمّا سافر بعيد، لقى إيه، إن القرية دي سافر فيها عند قلعة ترانسلفانيا. راح أول مرّة كان هناك فعلًا. كان ف رايح آه. بيقول لك إن في بحث علمي هناك وبتاع، وإن هم اكتشفوا جثة دراكولا وبتاع. والجزء التاني إن هو وهي راح القلعة دي مرتبطة بقصة دراكولا وقصة فرانكشتاين برضه. بالضبط. فيعني إيه، عندنا إن هو يعني أنت جاي تتكلم عن مصاصين دماء، فتعرّض للسخرية. فده اللي حصل مع شِبل بالضبط. أنت جاي تتكلم عن إيه مصاصين دماء وعن أنياب، وأنت جايب لي أحمد عدوية، أنت بتهرّج. فاهم؟ فيعني إيه، نفس الفكرة. يعني حتى مع التعويذة نفس الكلام، اللي هو طب بُص أما أنا هنقصّص لك الفيلم. بس في فيعني هو أنياب كان نفس الموضوع ليه وجهة نظر أو ليه عمق أكبر من فكرة مصاص الدماء. هو الفيلم مبني أصلًا على فيلم أمريكي مشهور جدًا اللي هو Rocky Horror Picture Show. فيلم cult classic بمفهوم فكرة الcult movie اللي هو الفيلم اللي ليه طائفة من المُعجبين أو قاعدة من اللي هم الناس المتيمين بيه. مفهوم الcult في السينما الأمريكية كمان يعني بيتجاوز فكرة المُعجبين،
لان في افلام معمول عليها ديانات في امريكا. يعني فيلم ماتريكس في معمول عليه ديانه الماتريكسيزم، ديانه واخده افكار من الفيلم، افكار من البوذيه وفلسفه الزين. بس ديانه. سلسله ستار وورز مبني عليها كنيسه تشيرش اوف جيديزم، كنيسه الجيدي. وانا قريت ان هي دي الديانه رقم 4 في يو كي، في المملكه المتحده البريطانيه، من حيث عدد المعتنقين. ديانه مبنيه على فيلم ديانه الجيديزم. كنيسه دورثي مبنيه على ويزرد فوز. مفهوم الكالت موفي السينما الامريكيه، يعني الناس دي مش بس انها بتحب الفيلم ده، لا ده في ناس بتؤمن بافكار الفيلم ده وبتعتقد بيها. زي برضو فيلم زي ليف، اللي هو البشر الزواحف، اللي اتعمل برضو عليها نظريات مؤامره، وكتب عنها الكاتب اللي هو ديفيد ايك بتاع حجر على رقعه الشطرنج. والموضوع انتشر فشخ في امريكا، والموضوع كان ليه تاثير حتى علينا في الوطن العربي. بقى نظريات المؤامره انتشرت فشخ بسبب الراجل ده ديفيد ايك. في اشاره من محمد شبل للفيلم ده، يعني كان في روكي تيشيرت هورور كده بيكتشر شو. كان في بالظبط. يعني تيشيرت عشان كده تفهم سياق لابسه. سياق. مشهد التيشيرت، ما مشهد التيشيرت ده في الاول خالص قال لك ايه المعالجه اللي كانت كاتبها بشكل شكل ساخر، اللي هو ايه اللي بوظ الفيلم او بوظ المعالجه. محمد قام شريف بتشويه الفيلم. قام بتشويه الفيلم بالظبط. قام بتشويه فيعني الفيلم يعني حاجه قمه العبث. فيعني هو ايه، على الاقل الراجل لو مقتبس الفكره فهو عامل لها معالجه وهو بيقول، يعني فاهم. يعني في افلام تانية تلاقي ايه ولا هنقول لك ولا بتنجان ولحد دلوقتي فاهم، وانت ايه لو تشابه يعني لا ده متوارد افكار فاهم، وبيعترف ايه لما يتزنق، لما يبقى مثلا الناس بتدور وراه فاهم. ولو دخلت على لتر بوكس شوف الريفيوز على انياب، هتلاقي ان اغلب ريفيوز اصلا بلغات اجنبيه. م- يعني بالظبط. اغلبها مش ما هو عربي. ما ده هو الفكره تقريبا ده الفيلم الوحيد اللي مش ليوسف شاهين، او اللي هو فيلم دخل مهرجان والاجانب يعرفوه. ابعت لك لينك الفيديو على اليوتيوب عليه تقريبا 200 الف مشاهده، واحد اجنبي بيتكلم عن الفيلم وغرامه بالفيلم واعجابه بيه. يعني الفيلم بس مش كالت موفي، يعني لو صنفناه ككالت ابقى موفي ابعت فيلم لي انياب. اللينك ده احطه في الديسكريبشن بتاع الحلقه دي. الفيلم مش كالت موفي بس، مش في مصر بس، لا ده الناس اللي بيحبوا روكي هورر بيكتشر شو بيحبوا فيلم انياب فشخ. الناس اللي هم هاويس روكي هورر بيكتشر شو. بالظبط. ما هو انت بالنسبه لك انت زي كأنك ايه عملت معالجه او نسخه امريكيه او نسخه مثلا اجنبيه من فيلم، فانت طبيعي تروح تشوفها. انت فاهم. طب ورينا يا عم اه هتعملها ازاي فاهم. زي مثلا ايه سلسله الافلام بتاعت سلسله افلام اللي هو ذا رينج اللي هي بتاعت الرعب. تمام. دي نسخه اه امريكيه. في نسخه منها اليابانيه. أنا بالنسبه لي النسخه اليابانيه افضل طبعا، بس انت ايه انت طبيعي شفت النسخه اليابانيه فانت عايز تشوف امال هتتعمل ازاي اليابانيين المعالجه. عملوا حاجات معالجات بالظبط. حلوه فشخ عن الحاجات ونفس الامريكيه، بتبقى الكلام احلى بكتير. ونفس الكلام هنا فيلم مثلا شمس الزناتي معمول عن نسخة آه، أمريكية برضو بتاعت الكاوبوي. فيعني أنت بتاعت عندك فيلم ماجنيفيسنت 7، اللي هو اصلا برضو نسخه عن فيلم الياباني بتاع سيفن ساموراي بتاع اكيرا كيروساوا. بالظبط. فأنت عندك كل واحد بياخد إيه الفكرة ويعمل لها معالجة، ودي العبقرية إن أنت تعمل لها معالجة عشان تبقى إيه لايقة على الثقافة بتاعتك، على البلد بتاعتك. أنت أكيد مثلا إيه مش هنلاقي مثلا إيه كاوبوي مثلا في مصر مثلا. أنت فاهم. بس لا ممكن موضوع نلاقي إيه الاقتباس. قطاع طرق، ممكن نلاقي ولاد بلد فاهم بيناضوا ضد اه الانجليز بياخدوا فلوس وبتاع فاهم. في يعني ايه انت عندك قريبه. بس اكيد مش هتلاقي عندك ساموراي مثلا، بس انت عندك يعني ممكن بدل ما تلاقي ايه هتتكلم عن الساموراي هتتكلم عن الفتوات. بدل بالظبط. ما تتكلم عن قطاع الطرق هتتكلم عن الاوباش بمناسبه الكاوبويز، اه اسمه فيفا زلاطه. هو بيحكي قصه بتاع ده مكسيكيه، بالطريقه الافلام اللي هي بتاعت الكاوبويز دي، وبطوله سمير غانم وبتاع ده فؤاد المهندس وشويكار. وشويكار. فؤاد المهندس. كان فيلم فيلم غريب قوي لذيذ. هو يعني. برضو هو برضو على اه فكره فيلم سبوف من فيفا في فيلم امريكي اسمه فيفا، او ايطالي فيفا فيلم اسمه زباطه، ايوه. فيفا زاباتا. اه واخده برضه وبيتريق عليه وبيسخر منه ومسح بكرامته الارض. اه. طب بس تمام، نبتدي نتكلم عن الافلام بقى بالتفصيل ولا ايه؟ تمام ماشي. هنبتدي. نقطة سريعة. الاقتباس قول. برضو في السينما المصرية، يعني فكرة السبوف غير الاقتباس، اللي هو فيلم متأثر بحاجة أو فيلم مسروق يا عم خالص كله، غير فكرة إن أنا هعمل فيلم أتريق بيه على فيلم تاني. يعني مم. أظن مفيش غير فيلمين ثلاثة أربعة ممكن يتعدوا على الصوابع اللي عملوا فكرة السبوف. يعني في ظباطة عملوا فيفا ظباطة في مصر، روكي هورر بيكتشر شو اتعمل له أنياب، وفي سايلنس أوف لامس
صمت آه. الحملان اتعمل له صمت الخرفان عندنا في مصر. ده بجد؟ أنا ك سمعت عن الاسم ده. آه، طيب دي عندك فكرة سلسلة انا سبوف. أفلام لازم اشوف سلسلة الفيلم. أفلام سكريم اتعمل لها سكاري اتعمل موفي. لها كم؟ برضه سكاري موفي سكاري اتعمل موفي ده اتعملت عن اتعمل كذا سكريم جزء منه واكسورسيست واتعملت عن والإكسورسيست كذا. فاتعمل عن كذا كذا. فيلم. بالظبط. فكرة نبتدي سبوف في أمريكا يعني موجودة من آه. زمان فشخ. لما دورت عن أول فيلم سبوف في السينما لقيته اتعمل 1905، مأخوذ عن في فيلم اسمه جريت رابري. فالفيلم اللي سبوف عنه اسمه ذا ليتل رابر، يعني السرقة العظيمة أو سرقة القطر العظيمة. الفيلم اللي سبوف عنه سرقة القطر البسيطة القليلة. أنا حاسس معتز عايز يقول لك يا ده اسكت بقى، فاهم بتاع بصوت المعلم فرج. يا ده اسكت بقى تسلم ايدك يا سيدي انا معلم. لا، ما هتفشخ في الايديت بتاع الحلقه دي، هتفشخ في الايديت حرفيا. لما تلاقيني فتحت اعمل لي ميوت من نفسي كده، خليني فاهم ده اكلم عمال نفسي. ايه، فاهم قصدي فكره الظروف. طب خلاص يا جدعان نتكلموا عن الافلام بقى، وانا قاعد بقى طب يا رب هات تعويذه جايه لا بص طب اصل فكره الظروف، اصل انت ما تعرفش ان الفيلم ده مقتبس من سنه 2000 قبل الميلاد، والفيلم كان موجود وانا شفته بعينيا. فاهم طب خلاص يا ابني. وفكره الظروف بدات من القرن ال 18 حين كان الصراع للاتحاد السوفيتي مع دول هتلر. فاهم يعني خلاص يا اسطى لا. وفكره الظروف كانت بادئه من القرن ال 90. خلاص فانت انت خلاص يا طولت اسطى. قوي كده. فاهم. كفايه طب كده. ايه، خل- نتكلم عن فيلم خلاص قشطة. التعويذه يا رامي. نتكلم عن ماشي. فيلم هو كده التعويذه. كده وعادي كده كده كل ده هيتشال في المكياج على رأي عم هيصة. يعني انت رؤية مخرج فانت اللي تقول يعني. ماشي قشطة. بحب أوي الكليب بتاعهم مع شادي المطرب العالمي. اه. كان شادي عصفور ايوه. مننا وشادي. طيب نبدأ بقى نتكلم عن الأفلام وبتاع. هنتكلم عن فيلم التعويذة. طيب آه بالنسبة لي محمد شبل واحد من أعظم وأكثر الأفلام شهرة، وفي نفس الوقت هي أكثر الأفلام تعرض للظلمة. في حد عنده دوشة؟ طيب عشان أنا سمعت صوت خربشة. أنا هعيد كده كده كمل الكلام كمل. تاني عشان تمام. هبدأ من الأول الصوت تاني كده عشان كويس. اه اه كده كويس. طيب انا هعمل ميوت. بالظبط. أنا هعيد عادي الجملة دي تاني عشان كانت اتقالت الأول بخروشة من عند المعلم ماشي حسام. ماشي. بيعكنن عليا عشان السبوف بتاعته. برضه هسف عليك فيها. أنا مش هحلك برضه. لا لا يا اسطى، طيب براحتك والله. ماشي حبيبي. طيب خلاص. هبدأ إيه تاني في الحتة. طيب بالنسبة لي أكثر الأفلام شهرة لمحمد شبل، في نفس الوقت هي أكثر الأفلام ظلمًا، لأن هو الفيلم ده مشهور، وفي نفس الوقت هو أكتر فيلم تعرّض للسخرية وللسَف والتريقة، وإن هو إيه، أفشل فيلم. وهو بالنسبة لي فيلم التعويذة. فخلّينا نبدأ البداية بنقول إن هو الفيلم بنعترف إن هو فيه أخطاء، وأخطاء هنا بنتكلم على أخطاء في التصوير نفسها. فدي ماشي معاك فيها. لكن الفيلم نفسه الأخطاء التانية هو غير مسؤول عنها. سواء بنتكلم على أخطاء في السيناريو، ده مش أخطاء في السيناريو، ده أخطاء بسبب إن هو الرقابة قررت إن هي تقطّع في الفيلم. من الآخر كده تقطّع حتت وتلزقه. فبالنسبة لك أنت إيه التورتة اللي طلعت بتاعة الفيلم دي ناقص منها حتت بس متلزقة. أنت هتشوفها كاملة بس لو ركزت في تفاصيلها هتلاقي إن هي ناقصة حاجات كتير. فبالنسبة لي الفيلم ده مظلوم بسبب الحتة دي. فممكن الأول نبدأ بقصة الفيلم اللي هي باختصار شديد. مجموعة عايشين في بيت، وبيقرر ييجي شخص عشان هو عايز يشتري البيت، وكل أفراد الأسرة موافقين إن هو البيت ده يتباع لأن هو بيت متهالك وإنهم عايزين يسكنوا في مكان أفضل، ما عدا آآ الراعي أو المسؤول عن الأوضة كلها. فبييجي بعدها هنا يظهر الشخص اللي هو هيبدأ إن هو يعمل أعمال أو يبدأ يحضّر شياطين عشان تبدأ تضايق في أفراد الأسرة، لمجرد إن الشخص ده إيه يتراجع بعد ما أغراه بالمال وبسكن تاني في منطقة أعلى. وده بالنسبة له ده شيء فرصة لا تعوّض. لكن هو نَفْسه ما كانش مرتاح، كان متمسك بالبيت. وأنا التمسك بيه من فكرة إيه، فكرة إن هو ده البيت اللي رابطنا، هو ده الونس بتاعنا، فكرة بيت العيلة. فلو بيت العيلة ده راح هتلاقي إن هو كل واحد اتفكك بقى في مكان، كل واحد هيروح يشوف مكان لوحده. بالظبط. ف فبالنسبة لي آآ هنا بقى بتبدأ نقطة الصراع. الصراع ما بين التمسك بالبيت أو قصاد الصراع التاني اللي هو فكرة إيه، فكرة هل نتمسك بالبيت والّا هل نسيبه أصلًا ونستسلم لإيه، للنزاعية المادية. فاهم اللي هو كل واحد ومصلحته وبتاع. فهنا بيبقى المشكلة إن هو إيه، إن هو
كله موافق على ده كده هو، ولحد آخر لحظة بيفضل برضه رافض. إمم، فبنشوف هنا إن هو الشخصية بيظهر عندنا شخصيتين اللي هم إيه، هيبدأوا يمثّلوا دور الشر، وهنا اللي هو إيه، المساعد والشخص اللي هو إيه، المفترض إن هو السمسار، لكن بنشوف بعد كده إن هو إيه، مجرد دجّال. بالضبط، الشخصيتين دول هم الجانب الشرقي، لكن في طرف تالت هو للأسف مش موجود. هو ذكرهم بإن هو البيت ده كان لمّا أول ظهور للشخصية قال إن البيت ده أنا متربي فيه وذكريات زمان وسافرت ورجعت، لكن كان في ناس مش ظاهرين في الفيلم، وهي إيه، الأسرة الحقيقية المالكة للبيت. وهنا مش بنقصد الأسرة الحقيقية، لأ، هي الأسرة اللي كانت على الأرض دي، لكن هي باعت البيت فما بقاش ملكها أصلًا، لكن هي كانت ساكنة، لكنها رحلت. وبعد انتهاء الفترة وفترة الحرب ورجعت تاني، فاللي حصل إيه، إن هي بتحاول تدوّر على البيت. الأسرة دي ما ظهرتش في الفيلم خالص، بل يُقال إن كان في مشاهد هُم ظهروا فيها وإن هُم بيتكلموا وإن هُم بيتفقوا مع مع الدجال ده، لكن طبعًا المشاهد دي ما ظهرتش، فده أول خلل في السيناريو، اللي أنت سطّحت لي الصراع. يعني مثلًا ممكن مفهومة إن الشخص عايز يشتري البيت عشان فيه ذكريات وبتاع، بس كان ممكن يلاقي أي طريقة تانية، ممكن يبعت حد يقتله، ممكن يشتري مثلًا نصيبهم كلّهم من البيت ويحطّه قدّام الأمر الواقع. لكن أنت ليه بتستخدم الشر أو هنا ليه بتستخدم الأعمال أو السحر؟ ده لإنّك بارع فيه، فأنت بارع فيه إزاي؟ بارع فيه بإن أنت جاي من طائفة أو تبع كي منظمة أو كيان بيعبد الشيطان، واللي هو ظهر في الفيلم اللي هو بافوميت. فأنت هنا سطّحت لي السيناريو ده بإن أنت المشاهد اللي فيها المفروض تظهر فيها الطريقة دي أو تظهر فيها ال الناس اللي عايزين يشتروا البيت ده ما ظهروش خالص، فأنت عملت خلل للسيناريو، ده أول خلل. تاني خلل إن هو خلال سرد الأحداث أنت ما حاولتش تسقط بشكل تاني، وده يعني إيه، مش لوم لمحمد شبل، لإن هو بالنسبة له ما كانش متوقع إن كل ده هيحصل في الفيلم، إن أنت ما ذكرتش بشكل تاني آآ فكرة إن في ناس كانوا ماسكين البيت أو كانوا قاعدين في البيت، ذكريات مثلًا من الجدة اللي هي آآ أم الزوج، إن هي مثلًا كان أبوها أو إن كانت هي عايشة هنا، فهي فاكرة إن كانوا في ناس فعلًا زمان، أو إن المرحوم جوزها مثلًا إيه، كان شاري ده فعلًا من الناس زمان، ما ذكرتش ده بأي شكل. وهنا لإنه محمد شِبْر كان مُعتمد إن هو على السردية المباشرة، هو مش محتاج فاهم، يتكلّم بلسان شخصية، هو هيجيب لك الطائفة دي وظاهرة. فهنا طبعًا ده عمل تاني خلل في السيناريو، إن أنت برضه مش عارف الشخصية، يعني حتى إيه، ما تقدرش إن أنت تربطها من خلال لسان كلام أو إن هم اتذاكروا على لسان شخصيات تانية حتى، حتى لو أنت ما شُفتهمش، كان ممكن ما يظهروش طول الفيلم أصلًا، وحتى هو ما كانش ممكن يقرر إن هم يظهروا، بس سيرتهم تتحضر، تتذكر، فاهم قصدي؟ فاهمك أيوه. فاهمك ف معاك. فده عمل خلل. الخلل التالت وهو النهاية المحذوفة. عندنا بنشوف إن هو بتبدأ إن هي يحصل لها أشياء مرعبة، والغريب إن هي بدأت أول شخص حصل له الحاجات دي، هنتذكر إن هو حصل ليسرا نفسها اللي هي الزوجة، حصل للابن وبعدين انتقل للزوجة، بعدين بدأ ينتقل لحماتها، بعدين بدأ ينتقل للبنت التانية اللي هي آآ أخت جوزها اللي هي عبلة كامل، أو للبنت التالتة، فبدأ إن هو إيه، يبدأ ينتقل من واحدة لواحدة لكل الأفراد، لكن البداية كانت من عند الزوجة. طب ليه؟ لأ، إحنا مش لاقيين لها تفسير، بس هنوصل التفسير لليه بعدين. لكن المهم إن هو بدأ يحصل لهم كل مشاهد الرعب، إن هم يبدأوا إن هم يحصل لهم حريق، اشتعال نار بدون سبب، إن هم يشوفوا آآ رجلين ماعز، أو إن هم يبدأوا يشوفوا دم، أو يبدأ هنا نشوف إيه الأشياء المرعبة اللي بتحصل لهم. هنا اللعنة بدأت تصيب البيت كله من الآخر، بدأ بل إن على مدار الفيلم الشر أو اللعنة عشان بتتطور بالمدة اللي بتفضل مستمرة فيها، يعني كل ما اللعنة أو العمل أو السحر بياخد وقت أطول، يعني بيمُر عليه أيام أطول، كل ما يزيد إيه، ما تزيد القوة بتاعته. إمم، فالقوة هنا بدأت تزيد لدرجة إن هو خلاص بدأ إيه، يظهروا له برّه، فبدأت إن هو محاولة قتل الزوج نفسه من برّه. وهو مثلًا ماشي كان في حاجة هتُقع عليه والضابط هو اللي أنقذه، اللي هو المفروض خطيب أخته،
بدأت اللعنة تظهر تاني لمّا بعت واحد من المعمل الجنائي يحقق في المادة الغريبة اللي ظهرت في البيت بسبب الحريق، فال فالمادة دي قتلته. وهنا برضه ما اتوضّحش هو مات ليه، لكن هو مجرّد استنشق المادة دي هي قتلته، لكن هو كان مقرّر يموت لإن هو كان في الحركة بتاعة الكاميرا وهي مركّزة عليه بيبقى بياخد كادرات و آآ اللي هي إيه، يظهر لك إن هو ده الشر أو ده الشيطان أو ده أو ده إيه، ده العفريت نَفْسه، فبيبدأ يتحرّك بالشكل ده، أنت حتى هتلاقي اللي هو ده مثلًا داخل من تحت الباب في أول الفيلم مثلًا، بيتحرّك كده يقعد يبُص على الشخصيات، الكاميرا تتهز. القناة تتهز جامد، فده مش ده بيقول لك إن هو إيه، الكيان ده أو الشرير ده الروح دي الشيطان ده اتضايق أو إيه، اتأذى من سورة مثلًا كلمة الله أو القرآن، وهنا رمز اللي هو إيه، للمقدس أو للشيء الديني اللي هو إيه، بيأذيه أو يبعده، فهنا تمام. كان مستخدمها إن هو بيركّز على الشخصية اللي هو إيه، بتاع المعمل الجنائي ده، إن هي بَصّ عليه، مراقباه طول الوقت وبتاع، مجرد ما هو إيه، قرر إن هو يروح، من قبل حتى ما يروح، هُم قرروا إن هُم خلاص يخلصوا منه. فما اتظهرش ده في الفيلم بشكل مباشر إن هم الدجال ده إيه بيتفق هو مع الأسرة دي أو الأسرة ظهرت تاني قالت له ده قريب هيكشفنا، طب هيكشف إيه؟ هيكشف إن المادة دي بتدل إن هي عنصر آآ غير موجود على وجه الأرض، فيبقى حاجة غريبة، فما دام في حاجة غريبة يبقى هنا يدركوا إن هو إيه، إن هو في أمور خارقة. هو متفسرة من الأول خالص، بس يعني كان الأول في تفسيرات على الأقل إن هي الحرايق دي بتحصل لوحدها عادي، في حوادث احتراق من النار كده من لا شيء. مثلًا إيه، الدم مثلًا عادي ممكن الحنفية متوسخة فالمَيّة نزلت بالشكل ده، تمام، فهمت قصدي؟ اللي شافت رجلين الماس فده تهيؤات، تمام، بس لمّا يلاقوا المادة دي ويلاقوا إن هي فعلًا غريبة، فهنا هيبقى التأكيد إن هو الفيلم هنا لأ، في منعطف تاني أو لأ، فعلًا في شيء خاطئ، ف فعشان كده كان تم التخلُّص منه. فطبعًا ما اتوضّحش بشكل مباشر يعني اتعاملت بشكل إن هو يبان إن هو هزلي، بس يعني هو ده كان ضروري يحصل إن هو يموت، فهو الطريقة الأمثل لموته إن هو الحاجة اللي هو اكتشفها دي هي هتكون سبب في موته، إن المادة دي خطيرة لدرجة إن اللي يستنشقها ممكن تنفجر في وشه أو يموت، فهي انفجرت فيه استنشقها مات، فده كان الخلاص منه. تفسيرك بقى لنهاية الفيلم إيه؟ تأثير نهاية الفيلم إن بنشوف إن بعدها حاولت محاولات تانية إن هي تروح لسهر أو حاجات زي كده ففشلت برضه، فبنشوف إن هو خلاص يعني إيه آآ كانت مصممة أو خلاص مقررة إن هي تبيع البيت، لكن بنشوف إن في النهاية خالص إن هي بتعلق في الأسانسير هي والطفل ابنها، فبنشوف إن الأم أهدتها سلسلة واللي هي المفروض إن هي مصحف وبتاع، فبنشوف هنا بقى إن بيبدأ إيه، هنا بقى السقطة الأخيرة اللي هي إيه، اللي ممكن نقول إن هي إيه، ال القشة اللي كسرت ظهر الفيلم خالص، يعني هي دي من الآخر دي إيه، دي ضربة النهاية للفيلم. دي الحاجة اللي كسرت الفيلم وكسرت محمد شبل شخصيًا في الفيلم ده، إن هو خلاص الفيلم ده انتهى بالفشل والضحك، إن هو هينتهي بإن هو الفيلم ده هيبقى أيقونة للسخرية، ليه؟ لإن المشهد ده بنشوف في الأول خالص إن هي بيبدأ المشهد بإن هي بتتكلم مع شخص، وفجأة لو هتسمع المشهد ده هتلاقي إن في صوت صمت تام، الصمت التام ده إيه، بيبقى نتيجة إيه، إن حتى أنت ما فيش صوت هوا، بس إيه الكاميرا جايبة عليها وساكتة، مرة واحدة كلام مرّة سكوت، السكوت ده صوت mute معمول للشخصية اللي بترُد على يسرا، تمام، طب مين الشخصية دي؟ هنعرف دلوقتي، بعدها بشوية بنلاقي إن هي إيه، بتبدأ تقول له: "أنت مش هتاخد حاجة منّي يا جبان، أنت ملعون، أنت." فهنا معناها إن هي بتكلم إيه، بتكلم شخص، طريقة نظرتها للكاميرا هي مش بتبُص للكاميرا، هي بتبُص للشخص قدّامها، هي مش بتمثل بتبُص للكاميرا دي هتبقى ممثلة فاشلة، هي بتبُص للشخص قدّامها، والكاميرا عمّالة تتحرك وبتاع كأنه بيرُد عليها. وبينقل بعدها كاتات على مين، على الشخص اللي هو المفروض إن هو الدجال، وهو عمّال إيه، بيخربش في نَفْسه، اللي هو إيه، بيبدأ يسيل منّه دم. فهنا بنشوف إن هو الكلام متداول ما بين إيه، ما بين الشخص ده أو الكيان اللي هو بعته يسيطر عليها أو يقتلها وما بينها هي، تمام؟ طيب هو ليه أصلًا قبل ما نوصل لبقية النهاية، ليه أصلًا يسرا؟ يعني بالنسبة لي ليه أصلًا يسرا هي اللي كانت مرتبطة بيها بالصراع ده أو إن هي اللي بيحصل لها الأذى؟ التفسير الأول إن هو فعلًا الموضوع كان عن البيت، وإن هي منظمة عايزة تسيطر على البيت وبتاع، لمجرد إن البيت ده عليه كنز مثلًا، أو إن البيت ده فعلًا هم عايزينه،
فمضايقة الزوجة دي أكتر حاجة ممكن تسيطر على الزوج، إن هي أصلًا اللي في إيدها الإيه، مفتاح رقبته من الآخر، إن هي الزوجة وهي اللي معاها الابن، عكس مثلًا أمه ماشي أمه مش مشكلة، اخواته كلّهم بنات ما يسمعوا كلامه، لكن هي اللي تقدر إن هي إيه، تضايقه تقول طب ما أنا ممكن أمشي، طب طلّقني، طب أنا هاسيب البيت، فساعتها هو إيه، هيتجاب من رقبته، فالمضايقات هنا كانت ليها هي بسبب ده، عشان هي تبقى ورقة الضغط عليه. مم. أسامة أنت معانا؟ كمل لغاية لما يرجع. طيب تمام، بنشوف بعدها إنه آآ بعد ورقة الضغط دي بنشوف إن هو ممكن يبقى التفسير حاجة تاني، التفسير ممكن يبقى شيء تاني أصلًا. كان لها لازمة أتكلم في التعويذة والنور قطع عليَّ وأنا قاعد في الشقة لوحدي، الواي فاي قفل وبتاع. طب بُص، ابتدي كنت عايز تتكلم عن الفيلم غرام الأخير غرام وانتقام. وانتقام بالساطور، مع إنه ما فيهوش ساطور، مع إن الفيلم ما فيهوش ساطور يعني. هي الفكرة في ليه هو اتسمى كده؟ أنت عندك تفسير لاسمه كده؟ أصل في أفلام كتير زي المرأة والسطور ومش عارف وليه السطور دايما في الأفلام دي؟ هاقول النهاية، ما أنا باكمّل في النهاية، أنا وقفت فين؟ وقفت إن التفسير التاني للنهاية إن يسرى أو الزوجة دي هي المفتاح لل للبوابة، البيت نفسه هو ممكن يكون هو البوابة نفسها، لكن المفتاح أو الشخص اللي الكيانات دي بتحاول إن هي تتواصل معاه أو إن هي تسيطر عليه عشان تسمح لهم بالخروج، هي يسرى نفسها. عشان كده مم. هنلاقي في المشهد بتاع الأسانسير هي عمّالة تقول له: "أنت مش هتاخد حاجة مني يا جبان." فهي بتقول لي: "مين يا جبان؟" بتقول لي: "مين؟" بتقول لشخص، مم. فهمت قصدي؟ هي بتقول لشخص. تمام. ف فهنا بقى بنيجي بعدها على طول المشهد النهاية الرسمي. المشهد بيبدأ بإن هو بنشوف الضابط جاي ومعاه الزوج ومعاه خطيبته، خطيبة الضابط يعني، اللي هي أخت الزوج. في لحظة الأسانسير بيتفتح والمفروض في الأسانسير ده في يسرى وفيها الطفل. فالضابط بيبدأ إن هو يغيّر وشه من الصدمة وبيحضن في خطيبته، والزوج نفسه متأثّر جامد، بس بعدها بكام ثانية بنشوف إن يسرا خارجة عادي، ما حصلهاش أي شيء لكن مجرد خلابيش بس إيه والفستان متقطّع من الكتف وبتاع، بس يعني شوية خلابيش مش أكتر. طيب هل ده منظر يدعو للصدمة أو إن ضابط المفروض إن هو ضابط بيقبض على مجرمين وعلى جرايم قتل وضابط شرطة ينصدم من المشهد ده أو يغيّر وشه أو يخبّي البنت عشان ما تشوفش المشهد ده؟ الإجابة لأ، المشهد مش صادم أوي فاهم، يعني مش هاقول لك طالعة عريانة مثلًا أو طالعة من غير هدوم متخربشة في كل حتة عشان يبقى المشهد كده، لأ، طالعة عادي، حتى الولد طلع سليم، يعني الطفل طلع سليم أصلًا، يعني متبهدل شوية بس سليم، الاتنين سلام وماشيين على رجليهم عادي، يبقى المفروض هنا القصد إن هو إيه، إن هو حصل حاجة، وده مم. ياخدنا للنقطة اللي أنا مؤمن بيها، إن هو النهاية اتغيّرت. هتقول لي إيه النهاية طيب؟ هاقول لك إن النهاية إن هُم اللي جوّه دول متقطّعين حِتت، يعني ما لهاش تفسير تاني، وكان المفروض إن هو إيه، هياخد بالكاميرا مشهد إن هو يجيب الجثث، أو مش ممكن ما يجيبهاش بس يوصّلك من خلالهم هُم الاتنين إن اللي جوّه دول يا جماعة خلاص ماتوا، إن هو انصدم صدمة راح مديّر وشه، والتاني واقف صامت كده مش قادر يتكلم، ده معناه إن المشهد اللي جوّه ده مرعب وصادم، فأنت هنا مم. بتتكلم عن الكيان نفسه اللي هو اتواجه معاه في الأسانسير والاتنين محبوسين، فهو هيخلّص عليه. بس هو غيّر النهاية، فخلّاها إن هي إيه، انتصرت عليه بإيه، بالسلسلة اللي لابساها دي، يعني تخيّل أنت كل المؤامرات دي والشيطان بقى والكيان ده أو الجن ده أو العفريت ده، كل الحاجات دي واتهزم بسلسلة دهب مثلًا أو سلسلة فضة يعني حتى أو دهب مزوّر، فيعني حاجة ضحك. عشان كده هنلاقي إن الدجّال ده بنكتشف إن هو مش دجّال أصلًا، إن هو أصلًا هو جِن أو دجّال جِني. فاهم؟ يعني هو من الشياطين، ومتنكر في هيئة بشر، هو بنفسه اللي اتدخّل عشان يحاول إن هو إيه، يشيل البيت، فبنكتشف هنا إن هو ممكن يكون هو أصلًا اكتشف إن هي نفسها البوابة هي المفتاح، فبموتها فشل كل المخطط، هُم كانوا مفكّرين إن المشكلة أو اللي عايزين يسيطروا عليه هو البيت أو يمسكوه هو البيت، لكن الحقيقة اللي كان المفروض يتم السيطرة عليها هي
يسرى نفسها، لكن هم اختلط عليهم الأمر لإن الاتنين موجودين في نفس المكان. الموضوع عامل زي كأنك إيه، تحس إن أنت مرتاح بسبب مكان، بس في الحقيقة أنت مرتاح بسبب الشخص اللي في المكان مش المكان. فهنا نفس الأمر، فهنا لمّا بيعرف الجِن المتنكر ده فهو أصلًا بيغضب، فبيبدأ إن هو إيه، يخرج عن الإيه، عن التناقض اللي هو فيه أو عن الجلد اللي هو لابسه، فبيبدأ يخرج على شخصيته الحقيقية. مم. تمام؟ تمام. فبيبدأ إن هو طيب يا يعمل رامي، إيه، هو إيه المميز بالنسبة لك في الفيلم ده؟ ما أنا هاكمّل الحتّة دي وهاقول لك المميز. بيبدأ إن هو طيب يقرر قشطة. يكسر العهد، كسر العهد هنا إن أنت إيه، لمّا تيجي تكسر العهد في الطلاسم أو أو حتى في الصفقات الصفقات الخطيرة، إن أنت تموّت الشخص. فبدأ هنا إن هو يموّت الشخص اللي كان عامل معاه العهد، وهو مين؟ هو الدجّال الأصلي، اللي هو البشري، اللي هو كان ظاهر بدور إن هو مجرد مساعد، لكن في الحقيقة هو الدجّال الحقيقي، لكن هو دجّال ضعيف يعني فاهم، هو الأمر خطير، فاستدعى مين؟ استدعى زي ما بنقول كده إيه، الزعيم الكبير أو الboss هو اللي ييجي يحل الموضوع بنفسه، هو اللي يتدخّل بنفسه، من كتر ما هو الموضوع خطير. فهنا بيقرر إن هو يموّته، ليه؟ لإن هو كده الأمر كلّه فشل، المخطط كلّه فشل. فبينتهي بقى الفيلم على نهاية من أبشع النهايات، اللي هو تحس إن هو إيه فاهم، طب حُط حاجات دينية وبتاع عشان ربنا يبارك لك في الفيلم وعشان إيه إحنا مجتمع متدين وبتاع، ومجتمع مسلم. مشاهد مآذن كده بلا سياق فاهم، أنت مثلًا لو حبيت تنهي المشهد على مشهد الأذان أو بتاع، فأنت تجيبهم وهُم خارجين والأذان بيأذن مثلًا وراهم بتاع، وهُم خارجين راجعين البيت مثلًا والأذان بيأذن، فهتبقى نهاية اللي هي إيه، على الأقل نهاية سعيدة ماشي، رجعوا المكان بتاعهم وبتاع، فأنت لأ، ما عملتش كده. وده دليل إن النهاية متغيّرة أصلًا، لإن هو ما اتصوّرتش مشاهد وهُم راجعين، لإن ما فيش حد رجع، هُم مقتولين أصلًا في الأسانسير فهيرجعوا فين؟ ما ذكرلكش مشاهد أو هُم خارجين سوا وبتاع، ده هو مشهد بس إيه، اتعاد تصوير، مشهد بسيط كده وقّف طب خلاص هنعيد تصوير الحتّة دي، هي خارجة من الأسانسير وبس، واعمل إيه cut يا عم تم انتهاء الفيلم بنجاح. المميز في الفيلم ده إن الفيلم هو حاطط بصمة، لإن هو فكرة إن هو ما خدش عمومًا الشخص اللي يقرر إن هو يحاول أو يجرّب أو يكسر التابوهات، ده شيء لوحده دي بصمة، إن هو حاول إن هو يعمل ده. فيلم التعويذة هو مرعب، يعني مرعب في أشياء فعلًا بالنسبة للي شافه وهو صغير أو اللي شافه الفترة اللي وقت صدور الفيلم. في حاجات مرعبة، أنت بتقارن أنت دلوقتي بتشوفه دلوقتي، فأنت بالنسبة لك ده أمر مضحك لإن أنت بتشوف أنت متعوّد على سلسلة أفلام The Nun، The Conjuring، أنت بتشوف أفلام يعني بترعبك فعلًا، حتى السلسلة الأفلام دي بتشوفها أنت مضحكة شوية، فلأ أنت بتتكلم على فيلم بقى، ما بالك بقى بفيلم من الفترة دي، أنت بالنسبة لك إن ده لأ ده أمر مضحك، لإن أنت هتبُص له بعين الناقد، هتبُص له بعين اللي أنت إيه، وفي أنت نفس الوقت متربي على الأدوات اللي كانت يعني بالضبط، الأدوات اللي كانت متاحة ليه مش زي اللي متاحة للأفلام برّه مثلًا. بالضبط، فالأدوات اللي معاه ما كانتش مساعداه، وحتى إيه برضه إيه إنتاج مش عشان ضعيف. نبقى برضه بنحامل أو بندافع له، فلأ كان ممكن بالأدوات دي يعمل حاجات عادي، في أفلام من نفس الفترة كان معمول أفلام عظيمة. شوف مثلًا دلوقتي على اليوتيوب مثلًا ناس بتعمل أفلام قصيرة مرعبة برضه، مش لازم يبقى معاهم أدوات جامدة، هي قناة تصوير وبتاع ومعدات الصوت وبتاع، بس هو الفكرة إن هو الرقابة نفسها ضايقته، فأنت لمّا الرقيب يضايقك فخلاص أنت لو معاك هات بُص أعظم فيلم لنولان مثلًا، وخلّي الرقيب يقعد يقصّص فيه، هيبوّظ لك الفيلم. ما دام الفيلم اتقص فيه واتغيّرت فيه واتغيّر فيه النهاية واتضاف فيه مشاهد مش من رؤية المُخرج ولا ليها سياق، ما هو الرقيب ما يفهمش في السينما، هو مش مُخرج ولا هو مؤلف، هو بس أنا عايز دي تتحط خلاص، فاهم؟ زي أكنّي جايب لك فيلم رعب باقول لك إيه الأغنية دي حلوة أنا عايزك تحطها لي في الفيلم، وهي مثلًا أغنية رومانسية أو أغنية رقص، طب أحطها لك إزاي؟ ما ليش دعوة حطها لي، فده اللي حصل مع محمد شبل عامةً، فده بوّظ الفيلم، لكن هو الفيلم نفسه هو فيلم جميل. الفيلم نفسه حتى القصّات اللي فيه حطّت إن هي فكرة إيه، إن هو الناس تفكّر وتحاول تلاقي لها تفسير. طبعًا الناس اللي بتسخر بس أو تتريق بس ده محتواهم، بس اللي بيحاول يفكّر فعلًا في الفيلم ده أو ينصف الراجل ده أو ينصف الفيلم أو ينصف السينما عامةً، هيبدأ إن هو يحاول يعمل زي ما أنا عملت في البودكاست ده مع صديقي معتز يعني، إن أنا حاولت ألاقي تفسير للنهاية وأحاول أحُط الأجزاء الناقصة، أحاول أحُط أنا حِتَت منها أكمّلها، تبقى الصورة كاملة. ممكن شخص تاني ييجي يفسّر حتت النص دي بشكل تاني، يقول لك لأ، ما هو ممكن إسراع عن اليهود بس، ما فيش لكن هم استخدموا استخدموا ساحر وبتاع،
بس ما فيش مثلًا إن في بوابة ولا في أي حاجة، البيت نفسه هو المشكلة مش يسرا مثلًا، ومثلًا النهاية زي ما هي، النهاية طبيعية، النهاية مش اه متغيّر بالظبط، فيها هي أي حاجة. السينما اصلا كل واحد بيشوفها بطريقته. بس أنا زي ما قدّمت بالدليل وتقدر تشوف ده بنفسك إن أنت تبدأ تحاول تركّز على أدق التفاصيل في مشهد النهاية، هتلاقي إن هو فعلًا في قصّات كتير وفي تعبيرات وشوش ممثلين مش لايقة على الموقف، لمّا تلاقي تعبير شخص بيأفور على الموقف، فده يا الممثل بيأفور يا المشهد متغيّر، وبالنسبة لي هم مش بيأفوروا، يعني الفيلم فيه أخطاء وبتاع، بس هم كانوا بيمثلوا عادي مش محتاجين يأفوروا، بس هو فعلًا المشهد متغيّر بالنسبة لي، أنا لازم أقتنع بده عشان يبقى بالنسبة لي الفيلم ده عظيم، إنما أنا مش هاقتنع إن هو مثلًا إيه أنت عامل لي فيلم رعب، يعني بالنسبة لك محمد شبل هو متأثّر بأفلام الرعب ومتأثّر بالسينما بأدب الرعب وعارف ودارس، فأنت مش هتيجي تعمل لي فيلم رعب كامل ما فيهوش مشهد نهاية أو ما فيهوش دم، ما فيهوش قتل، ما فيهوش شخصية من الشخصيات في قاعدة من ضمن قواعد الرعب إن أنت عشان تعمل فيلم رعب أنت لازم حد يموت، أنت بتبقى أصلًا قاعد طول الفيلم أنت متوتّر مين اللي هيموت، هل البطل، هل صاحبته، هل الراجل اللي جاي يساعدهم، هل ضابط لا لا، الشرطة اللي مش بيحاول مش ينقذهم؟ قاعدة يا رامي. مش قاعدة، بس يعني في الأغلب يعني اسمح لي يعني. ماشي مش مشك مش ماشي المصطلح خطأ، بس اوقات مش بيبقى لازم تبقى عدم، قاعدة، يبقى الحياة نفسها يعني مرعبة اكتر من الموت، ان هو مستني الموت ماشي بس ما بيجيش. سلسلة طب ما دي فكرة أفلام بتستخدم. الرعب البقاء، تمام، البقاء، بس أنا باقول لك إن هو يعني حتى بيبدأ لك الفيلم بمشهد قتل، ومشهد إن في حد بيجري ورا حد بيقتله، صح والّا لأ؟ يعني أغلبية أفلام الرعب بتبقى كده، ليه؟ لإن هو مظبوط. ما هو جاي يخوّفك، فهو أنت بتتكلم عن فيلم فيه كائنات خرافية أو مش كائنات خرافية، كائنات غيبية مثلًا، كائنات من باطن الأرض بتظهر، يعني الكائنات دي ميتافيزيقية. بالضبط عشان ما ميتافيزيقية، نزعلش الناس. بالضبط عشان ما نزعّلش الرقابة طبعًا اللي بس هتيجي ممكن يكون يعني حتى لو المشهد متغير يا رامي، ممكن يكون تغيير المشهد نفسه مبني على مبدأ تجاري، مش حتى رقيب. يعني ممكن يكون ما هو أظنش خلى مبني النهاية نوعا ما ما أنا هاقول سعيدة لك على حاجة، عشان ما أنا يرضي هاقول لك على الجمهور. حاجة، لو حد غريب ممكن يقول كده، بس إحنا بنتكلم إيه، إن أنت بُص دلوقتي أنت عندك بتتعامل مع كائنات شريرة، هل الكائنات دي كلها هل دورها طول الفيلم أو دورها إن هي بس تقعد تنزّل لك شربات من الحنفية مثلًا أو دم يعني، بس هُم أكيد مستخدمين سائل أحمر يعني، أو إن هي مثلًا تقعد تولّع في عفش الشقة، ما آه. ده لو جِبت بلطجي هيعمل حاجات أكتر من كده، أُمّال إيه؟ لأ هي فعلًا مؤذية، بس هي كانت مستنية إن هي تستحوذ بشكل كامل، لإن هو الكائنات دي نصيحتي إن هي ما بتبدأش إيه، مرّة واحدة تهجم كده وتبقى قوية، هي بتبدأ إيه، بتبدأ ضعيف، يعني حتى إيه، المشهد بتاع الشيخ لمّا قالت له أنا عايزاك تساعدني فقال لها هو ضعيف، هو جبان، يعني هو مين ده اللي ضعيف ومين اللي جبان؟ لأ، هو الشر نفسه هو الفكرة نفسها إن هي نفسها ضعيفة أصلًا، السيطرة نفسها بتبقى ضعيفة، لكن إحنا اللي بسبب الضعف بتاعنا واستسلامنا فبنسيبها تسيطر علينا أكتر، فاهم؟ فبنخاف أكتر، فهي بتبدأ تتمكن أكتر، فهمت؟ لكن هو نفسه هو الموضوع كله فاهم، يعني أنت فاهم شوية نار وبتاع فاهم، حاجات فاهم، حتى كان في الفيلم كان البطل كان شايف إن هي ليها تفسيرات علمية، فهمت قصدي؟ ولو حصلت لي أنا شخصيًا أنا هاشوف إن ليها تفسير علمي فعلًا، فاهم؟ مش ما فيش حد مثلًا جاي عايز ياخد لا تفسير علمي، هو ال لازم يجيب وجهة آه. النظر العلمية. العلمية، اللي مثلًا إيه، مش هاشوف إن حد مثلًا عايز ياخد المكان اللي أنا باسجل فيه وخاصة شخص الحلقة زي محمد شبلي، يعني ما هوش شخص غيبي ولا بالضبط، فده ياخدنا لنقطة هل ما النهاية هوش الشخص تجارية؟ اللي هاقول هو لك مش واعي بفكرة إن هي حاجة ربما تكون غير منطقية يعني. بالضبط، النهاية مش تجارية ليه؟ لأن محمد شبل مش هدفه إن هو يعمل فيلم، لو هدفه يعمل فيلم تجاري ما كانش هيبدأ في إن هو يعمل فيلم رعب أصلًا، ما هو ده واحد بيخاطر بrisk إن هو يعمل حاجة لدرجة إن ما حدش اشترى ولا حد قرر إن هو يدعمه أو إن هو يبقى هو المنتج، فيعني حرفيًا ده واحد داخل بنفسه. فيعني أنت عايز تقول لي إن بعد كل ده هو عايز يبقى حاجة تجارية؟ لأ، هو عايز يعمل حاجة بصمة، هو عايز يعمل فن، فاهم؟ يعني هو أنت ما هو زي ما هو ما معتز وأنت قُلت في أول الحلقة، هو آآ دارس مع عند يوسف شاهين تمام، اشتغل مع يوسف شاهين، فهو أصلًا فاهم، شارب حُب الصنعة منه، فهو أو حُب الفن منه، فهو شخص وهو باين عليه فعلًا إن هو متأثّر وإن هو فعلًا عايز يعمل حاجة وعامل إيه برنامج عنه. بالضبط، فيبقى عامل بصمة في النوع ده من الأدب اللي هو أدب الرعب، يعملها في السينما. بالضبط، فأنا باقول لك ده واحد هو عايز يحط بصمة، هو مش عايز يعمل شيء تجاري، هو لو عايز يعمل شيء تجاري آه. هيبعد عن المجال ده خالص، لإن أنت أصلًا بس هو مش تأثره هتدخل كان إيجابي مش تأثر سلبي. تأثُّر ماشي، بس اللي هو ما أنا قُلنا تأثُّر إيجابي طبعًا ما فيهاش كلام، بس القصد إن هو مستحيل يكون تغيير يعني النهاية هو ما أو يكون قلدش يوسف الفيلم ده شاهين، هو ما اللي قلدش ما يوسف قالتوش شاهين، هو كان ليه شخصيته السينمائية.
بالعكس لو قلد يوسف شاهين كان هيعمل أفلام قريبة منه وكنا ما هنلاحظ يعني قلدوش هنلاحظ مطلقا، يعني ما طلعش زي واحد زي خالد يوسف وقال انا تلميذه وانا بعمل زيه وانا. هيبقى النسخة هيتهيألي أنا بقول على خالد يوسف بقول إن هو النسخة المشوهة من يوسف شاهين بالنسبة لي. يعني إيه بيبقى إيه إن أفلام بالنسبة أنت لنا بتحاول كلنا والله. آه بالظبط بتحاول تقلد القدوة بتاعتك فبالنتيجة إن أنت بتبقى نسخة مشوهة النسخة منه البيضان، النسخة هو ال النسخة 124 البيضان. بالظبط بالظبط يا فيعني باولو، عادي يا عم كلها همنتج شيلها في ازاي ده؟ المكياج شيلها في المكياج بقى يا عم حط تويت أو سيبها زي ما هي إحنا خفنا الرقابة يعني يلا نبقى اول بودكاست في شتايم. شيلها في المكياج يا ماضي. لا سيبها يا عم حلو المهم فاهم هو عم هيصل المكياج بتاعنا هو اللي يقرر يعني المهم فبالنسبة لي هو الفيلم مش تجاري مش أي شكل من الأشكال أنا لا هو ولا بقية الأفلام حتى هو عاملها للفن عشان كده هو هتلاقيه ما كملش وأفلامه كلها كان فيلم فاهم وكلهم اللي راحوا هباء منصورا إن هو لو كان فيلم تجاري كان هيكسب في أفلام كتير ما ناجحة كملش، وتجارية كان بين كل فيلم وفيلم فترة يعني. بالظبط اه، بالظبط فترة بس هو طويلة. بفترة طويلة ليه؟ لأن هو بيشيل مسؤولية الأمر ده على حسابه وهو عارف إن هو مخاطره إن هو بيبقى عارف إن هو وهو الفيلم ده تعرض حتى في أنياب للمنع. بالظبط هو بيبقى عارف إن هو الفيلم ده ممكن يخسر أو ممكن ما ينجحش بس هو عايز يسيبه بصمة هو فعشان رفع كده على إيه فكرة قضية في فيلم أنياب. فبس فبالنسبة لي يعني عشان أختم النقطة دي عشان ما أطولش أكتر آه، معاك يا رب. الفيلم هو مش شجالي ولا محمد يا شبه عم الشخصية طول يا عم. لا يعني كفاية يعني كان أنا قلت كل اللي عندي في الفيلم ده الصراحة يعني أنصفته وحاولت ألاقي تفسير النهائي من وجهة نظري بناء على السيناريو نفسه نظرة ويا ريت كان في نسخة من السيناريو كنا قريناه لو كان في نسخة منه يعني بي دي اف نقدر نقرأ السيناريو نفسه زي مثلا سيناريو إبراهيم الأبيض كنا هنشوف اه، فعلا يعني إن أنا الموضوع ده لو حصل يعني في افلام كتيرة مظلومة ممكن بالظبط ينصفوها بسبب ان كان انت بتقرا هيتم السيناريو بتاعها. لو كان السيناريو موجود كان حرفيا هيتم استئصال الفيلم عارف ليه؟ لأن أنت كان الفيلم ده هيتم إنصافه لأن إحنا كنا هنشوف المشاهد المحذوفة دي كنا هنشوف حوارات وحاجات مش موجودة في الفيلم أصلا كنا هنشوف فعلا النهاية وكنا هنعرف هي فعلا النهاية أصلية ولا متغيرة حتى لو زي مثلا ما شفنا إبراهيم الأبيض جزء كبير من العظمة بتاعته مفقودة في السيناريو بالظبط. شخصيات وأحداث كتير موجودة في السيناريو مش موجودة في الفيلم مشاهد كتير فاهم يعني مقصوص اه منه فوق الساعة تقريبا على ما أتذكر مقصوص منه مدة كبيرة يعني 40 حسب دقيقة. 40 دقيقة طيب أهو يعني ده فوق نص ساعة يعني أقل من ساعة مم. بشوية اه يعني مدة كبيرة أنت تقص من فيلم 40 دقيقة وأكيد نقاشات 40 كتير دقيقة ده اتفتحت مش في مط الموضوع ده، وباسم سمرة ليه مشاهد فيه وكده. بالظبط أنت 40 دقيقة ده مش مط 40 دقيقة دي مشاهد حيوية فعلا خناقته مع إبراهيم عند اللي كان اسمها إيه اللي كانت مع أشرف نرجس عشان هو مم. كان جوز أمها تقريبا أو كان قريبها مش فاكر بلاش فيعني نتطرق للموضوع ده وخلينا نرجع نتطرق بس اللي هو القصد إن ايوه، أنت فاهمك. السيناريو هو اللي هينصف الفيلم أيا كان مهما حتى لو الفيلم ده بل ساعات إن ممكن يبقى السيناريو ضعيف بس يبقى دليل على عظمة الفيلم يعني حتى لو كان السيناريو بتاع محمد شبه سيناريو أضعف من الفيلم كنت هقول لك يبقى ده دليل إن هو نهض بالسيناريو أكتر وعمل بيه فيلم عظيم برضه بس أنا متأكد مم. إن هو السيناريو هيبقى فيه حاجات متوضحة أكتر بس طبعا بنتكلم على واحد لقاءات ليه مش موجودة معلومات عنه كتير مش موجودة أفلامه حتى مش موجودة فأكيد طبعا مش هنلاقي السيناريو لأن حتى الأفلام الموجودة تبقى نسخ وفي تجاهل ضعيفة كبير قوي من النقاد لدرجة ان انت لما بحثت عن مقالات بتتكلم عنه مش ما هتدور عليه لقيتش مش غير هتلاقي كتير مقالات قليلة فشخ. ما أنت مش هتلاقي إلا قليل فعلا أنت محتاج تدور فين اه، أنت عشان تدور عليه أنت تدور في أرشيف الجرايد الأصلي أنت متخيل تدور فين النقد الوحيد اللي شفته أنصف محمد شبل هو محمود عبد الشكور. ده حقيقي فعلا. اتكلم عن كنت أنياب وأنصافه وقال إن هو فيلم فعلا مظلوم وما خدش حق النقد. كنت في وهو البحث يعني محمود عن عبد الشكور يعني ربنا يديله الصح، يعني راجل يعني مقالاته عظيمة وآراءه، يعني حتى خيري بشارة كان بيقول عنه إن هو أنضج نقاد جيله. كلام محترم جدا عنه. تمام. وبمناسبة خيري بشارة كان ضيف شرف فيلم كابوس. كان ضيف شرف في فيلم كابوس. أه كان مين في فيلم يعني عاطف اه طيب صح؟ كان لا، أتذكر عاطف الطيب كان ضيف شرف في عاطف فيلم الطيب كان سواق أنياب. التاكسي سواق تاكسي وكان أنياب بيسمع أغاني عدوية. اه مم. كان اسقاط
حتة كده. فأنياب ابتدي بقى اتكلم آه، عن فيلم انياب. وكان مساعد ابتدي. مخرج. طيب خلاص وكان أنا مساعد كده مخرج في ختمت. الفيلم، ايوه. أنا ختمت السيرة عن الفيلم كده، وننتقل للفيلم الآخر بقى، وأشوفكم على حسن آه، الاستماع. تمام. ابتدي يا واستكمالا عمنا. لضيوف الشرف، محمد شبل كان ضيف شرف في فيلم الراقصة والسياسي. اه، كان طالع بدور مخرج، كان طلع بكذا مشهد كده. معلش يا رامي لو قطعت أكمل كلام. هو خلي بالك ان الصوت بيوصل متأخر لينا كلنا. آه، أنا كنت زي ما بقول، فأنا ختمت كلامي عن الفيلم، يعني قلت كل حاجة في محاولة إنصاف الفيلم. بس يعني ده اللي عندي الصراحة للفيلم، يعني خلاص. هي إضافة مهمة ووجهة نظر سامع. تحترم يا رامي. قلت يا كل شيء اسطى عنه كل خلاص. بص أقول لك على حاجة، أنا الكهرباء قطعت عندي دلوقتي 3 مرات. اه انا يعني هبتدي حاسس اصدق إن والله. مقص الرقيب بيقطع سلك الكهرباء عليا. هو والله أنا مقص الكهرباء يعني الحمد لله أنا عندي داتا تكملني إن أنا أفضل المكالمة شغالة، بس هو مقص مرحلة الكهربائي. التحويل بين الواي فاي والداتا بتقطع عندي الاتصال. ننتقل لأسامة بقى، عشان إيه قبل ما الباقة بتاعته تخلص، عشان لو خلصت وقطع يبقى إيه قشطة يا هو رومي. عدل عنه. يعني انطلق خلصانه بقى. يا باشا. عيش بقى يا اسامه عن فيلم انياب. نعمله إيه بس، سايبين اللي ورانا وسايبين القناة بتاعتنا، فاهم؟ عشان إيه؟ عشان إيه كانوا جايين ببلاش على فكرة، يعني إيه آه، وجودي هنا ببلاش نبتدي. مش بفلوس. ودي رسالة حلوة لما بوجهها اشوفك لكل الناس. لما اشوفك اعزمك على كبده. طب أهو. وانا هتديني الكاتشب أنا ولا يا شايف. معتز؟ أنت بص، هناكل أنت كبده الكلمتين كلنا. بتوع. لا أنت عشان أنياب هتاخد كاتشب فعلا، يعني أنت آخرك طماطم، فاهم؟ أو على المشاريع العربية شطاط. الصغيرة. أه. هنديك كيس دم. بقول لك على حاجة بقى، أنياب أحسن فيلم محمد شبكي. إيه دي؟ غلط وأنا كنت مستنيه يغلط. إيه فيلم بقى يا ابني الكون دي؟ طب ابتدي طيب اتكلم عن الفيلم، يلا. محمد شبل لما عمل أنياب أول مرة شفته، كنت شفت الحب في التلاجة، فيلم الحب في التلاجة، وقررت إن أي حاجة ليها علاقة بالفيلم ده هشوف أي حاجة تخصه. من ضمن الحاجات اللي كنت بدور عليها أغاني فيلم الحب في التلاجة، ومؤلف أغاني فيلم الحب في التلاجة عصام عبد الله. فاكتشفت إن عصام عبد الله هو نفس الشخص اللي كاتب أغاني فيلم أنياب. قلت خلاص هاسمع أنياب، وأول حاجة بتقابل أي حد هيبحث عن الفيلم ملخصات الغلابة في الملوخية، يعني القنوات اللي بتتريق على الفيلم ده وتسف عليه آه، محمد شبل في فيلم أنياب لما اقتبس روكي هورر بيكتشر شو، اقتبسه بعدها ب6 سنين ولا حاجة، ما خدوش كله، يعني هي اقتباس غير أمين. آه، الشخص اللي هو المفروض في روكي هورر بيكتشر شو اللي هو الشخص اللي بيلبس لبس حريمي وكده، لأن الفيلم ده كان نقلة في السينما الأمريكية، من حيث إن هو في تحرر، يعني فكرة بقى بداية التحرر الجنسي والموضوع ده كله في أمريكا. فكان الفيلم ده هو نقطة تحول بالنسبة للشعب الأمريكي والثقافة الأمريكية في الوقت ده. إن هو يختار الفيلم ده عشان يحوله لفيلم مصري كانت خطوة جريئة، وده خلى الرقابة من البداية ترفض الفيلم. إحنا مش عايزين الفيلم ده يتعرض، لولا تدخل مخرج كمال الشيخ، وكان بيساعد واقف جنب محمد شبل إن هو يرفع قضية، وشركة الإنتاج بتاعت يوسف شاهين كانت واقفة برضه ورا محمد شبل إن هم يحاولوا يعرضوا الفيلم. وده كان من حسن الحظ. الفيلم يعتبر أول فيلم مصري هتشوف فيه حاجات مش موجودة كتير، وما أظنش إنها اتعملت لحد دلوقتي في السينما المصرية. فكرة السينما الكويرية، وفي ناس أجانب بيصنفوا الفيلم ده إن هو كويري، فيلم يعني متحرر جنسيا بمعنى ما. ده تصنيف مش موجود في السينما المصرية. آه، أظن إن هو من البداية، من أول مشهد التتر، محمد شبل كان عايز يسخر من كل الناس. أول حاجة سخر من نفسه بأن هو مشوه القصة، سخر من حسن الإمام بشكل أو بآخر أو بصورة غير مباشرة، لما كتب إن هو مخرج الروائع ولأول مرة يرقص ويغني ويمثل، وجابه في صورة الشخص الراوي اللي هو بيروي القصة. وفي آخر مشهد في الفيلم بتكتشف إن الراوي ده هو واحد من تجسدات مصاص الدماء الرأسمالي اللي بيمص دم الناس، في صورة المثقف اللي بيضحك على الناس وبيخدعهم برضه، بيمص دمهم من غير ما يعرفوا. وعمل نفس الحركة العمق دي مع بتاع عدوية فكرة برضك في المصاص الفيلم. الدماء ما استخدموش. في على فكرة برنامج لسمير غانم 2007 مش متذكر اسمه،
يعني قريتها في مقالة إن هو بيقول إن سمير غانم بيتكلم عن أحمد عدوية اتضحك عليه في فيلم، طبعًا هو ما ذكرش إن هو فيلم أنياب، إنه اتضحك عليه في فيلم، والفيلم ده أصلًا كان معمول عشان يتريق على عدوية. بعض المقالات بتقول إن فيلم أنياب اتظلم بسبب إن هو ما فيش ممثلين مهمين، لكن في المقابل التعويذة نجح نوعًا ما جماهيريًا بسبب إن في يسرا ومحمود ياسين، بس إزاي يعني أنياب ما نجحش عشان ما فيش ممثلين؟ أمال العدوية كان بيعمل إيه؟ عدوية كان أشهر مغني في مصر وقتها، وأصلًا فعلًا يعني هو اختار عدوية في الدور ده بالذات، دور مصاص الدماء عشان يمثل الرأسمالية، يمثل يمثل الثقافة الشعبية الحديثة في مصر. يعني حتى لمّا جاب سواق التاكسي اللي هو برضه كان مصاص دماء، كان جايبه بيسمع أغاني عدوية، إمم. ودي حاجة مهمة يعني ما حصلتش في السينما المصرية كتير، ويمكن من أوائل الناس اللي عملوها فكرة كسر الجدار الرابع، هو استخدم أغنية العدوية في فيلم أصلًا بطله عدوية، إمم. حسن الإمام بيكلم الجمهور في الفيلم، قص جدار الرابع هنا، إن هو طول الوقت بيتكلم معاهم آه وبيشرح لهم، كسر الجدار الرابع، حتى آه، إيه حتى في آه، المشاهد اللي المشاهد، هي إن لمّا هو كان إن هو بيكون مش بس هو كسر حتى الجدار ظهر الرابع، هو ده كسر ده الجدار خل التالت والرابع، ظهر الشخصية إن والأول إحنا والخامس. بنشوف إن لدرجة إن عدوية نفسه هو أو خلّى الكاركتر نفسه أولًا بيتكلم معاه، يعني هو خلاص بقى زهق بقى، اللي هو أنا هاطلع لك أنت شخصيًا، ما أنت فاهم أنت عمّال إيه، آآ تتكلم مع بيكلم الجمهور، بالضبط، بيكلم أنا البطل هاطلع لك أنت. بتاعه، بالضبط، فقرر إيه البطل بقى إن هو يطلع له، فاهم الموضوع يعني حتى هنا إيه، دخلت في فكرة غريبة بس حلو، فاهم اللي بيتريق هياخدها بفكرة إيه، إن هو إيه يا جدعان أنا مش فاهم حاجة، فاهم زي فيلم برنامج في الملوخية أنا شُفته، شُفت حلقات عنه فاهم ضحك وبتاع ما عنديش مشكلة، بس فاهم لو هنتكلم جد فلأ هي حركة حلوة، يعني آه، حتى مثلًا إيه النوتة بتاعة إيه لمّا قرر إن هو يقول لهم ده مصاصين دماء حوالينا في كل حتة، ويجيب لك الجزار والسواق التاكسي وبتاع، آه، فهنا كانوا هو عملها بيبصوا إسقاط. للكاميرا. كل شخص وبيبُص للكاميرا استغلالي بيحاول وإسقاط، يمُص دم الناس. شخص اتذكرت بعد كده في برنامج لتمام يونس لمّا قال لك كان جايبها برضه في حتّة كوميدية كده، كان بيقول إن كل مصاصين كله بيمُص دمك، فيعني كانت نفس الفكرة يعني مُقتبسة من آه، الحتّة دي لمّا عمل برضه. حلقة عن الشيطان. على الشيطان، بالضبط، يعني أنا مش فاكر الإفيه نفسه ممكن تبقى أنتم أيوه، حاطّينه في الحلقة مثلًا وبتاع تسرّعوا عشان الناس تضحك يعني، بس اللي هو إيه، القصد فعلًا كانت الحتّة دي موجودة، ففكرة قَص جدار الرابعة واستخدام الإسقاط السياسي ده أو الإسقاط على المجتمع ده، زي ما قُلت هو عملها في فيلم التعويذة، عملها لمّا عبلة كامل كانت هي الثورية حتى أنت هتلاقي مثلًا إيه، وهي نايمة على السرير فوقيها في صور جمال عبد الناصر، تمام؟ فإن هي بتتكلم إن هي مش عاجبها الشغل، مش آه، عاجبها إن الإذاعة، مش عاجبها المجتمع، مش عاجبها السينما إن ما بقتش السينما، مش عاجبها الوضع الاقتصادي إن هي بتنزل تشتري كام حاجة بس تلاقي المرتب خلص، فهو فعلًا عنده نظرة إيه، نظرة هادفة اللي هو إيه، ينقد الوضع، هو فعلًا مش عايز يعمل فيلم تجاري، هو لو عايز يعمل فيلم تجاري مش هيقول كل الكلام ده أصلًا ولا هيحطه، فاهم؟ فاهم. هو كانت قماشة هو واسعة قدّامه إن شخصن هو رامي يفتح شخصن مواضيع، الموضوع عشان أنت قُلت على وكسر الجدار الرابع في المفتاح. نقطة كمان، لمّا اتكلم عن إسكندرية ليه؟ لأ، أنا مش قُلت تجاري، أنا باقول بالضبط، أنا بُص يعني هو نعتبرها لسان حال الshout مش out رأيي أنا لمين، الشخصي، الshout out هنا بالنسبة لي باتكلم عن الفيلم بتاع إسكندرية فاهم ظهر إيه، إن واحد فاهم اللي هو إيه، مصاص الدماء هو اللي هو الشخصية الشريرة، هي اللي مش عاجبها الفيلم، أنت فاهم؟ فبيقول له: "جواز مين يابا؟" فاهم اللي هو مين يوسف آه شاهين ده بالضبط، فاهم؟ فهو الشخص إيه الرأسمالي هو اللي مش عاجبه بالضبط، الفيلم، فبينصف أستاذه أصلًا، فاهم؟ يعني هو حتى بيدّي shout out في حين إن علي الحجّار للشخصية كان يمثل الأصالة، بالضبط، يعني هو جايب شخصيتين اللي هو علي الحجّار بالنسبة له يمثل الأصالة وأحمد عدوية يمثل الانفتاح الاقتصادي والقيم الحديثة اللي بترفض الفن الأصيل يعني. إمم. هو أنا فعلًا شخصنت الموضوع عشان فعدوية طالع إن ذُكر فيلم أنياب اكتشفت إن هو فعلًا في ارتباط بينه وبين التعويذة في حاجات كتير، الفكرة هنا الترابط ده بسبب مين؟ بسبب أفكار المُخرج نفسه، أفكار محمد شبل، هي اللي بتتنقل معاه من فيلم لفيلم لإن لسه عنده، هي لسه جواه لسه بيفكّر فيها، عشان كده حاول يفضل يحطها ويصوّرها من فيلم للتاني بالشكل الدرامي، عشان كده كل أفلامه كانت بتتعرّض لنفس الظلم، لإن هي نفس الإيه، جواها نفس الروح، فاهم قصدي؟ ما اتغيّرش، زي ما هو ثابت، و فاهم؟ ومحمد شبل عنده وعي بذاته رهيب، بالضبط لمّا في اللقاء الوحيد بتاعه مع سلمى الشماع فبيقول لها
أنا عامل شريط صوت ثري جدًا في فيلم أنياب، مليان صخب وحاجات، فبتقول له يعني هو دي حاجة كويسة؟ قال لها هي الصراحة مش شرط تكون حاجة كويسة، بس أنا كنت باستعرض عضلاتي، ده أول فيلم ليّا. فهو إمم. الراجل هو واعي الراجل بذاته، هو هو واعي هو بيعمل إيه. هو شخص واعي، زي هو ده عارف، مستحيل هو يكون عارف بيعمل خطوة غير وهو فعلًا فاهم هو بيعملها ليه. أو يكون بيعمل حاجة تجارية أصلًا، مستحيل. وخُد بالك إن هو اتريق أنا على لمّا نَفْسه باقول في لك فيلم ربما يكون غرام المشهد وانتقام بالغرض مستقيم. تجاري، أقصد المشهد مش الفيلم كلّه. أنا فاهم قصدك، بس أنا بالنسبة لي يعني وده نقطة ده أختلف لسان معاك حال إنه أفتح نقاش إنه طب ما ربما كذا، مش شرط يكون رأيي لأ، أنا. بس ما أنا فاهم، مش حتى لو مش رأيك أنت، بس أنا أقصد إن هو أنا قفلت لك النقطة دي، إن هو يكون تجاري بسبب كذا سبب، إن إحنا شُفنا الشخص ده، شُفنا عامل الميزانية، شُفنا إن هو مقرر يخاطر بrisk إن أنت تعمل أفلام من النوعية دي، وهي مش هتنجح في السوق، وهي أصلًا جديدة في السوق، فكل كل يعني إحنا بناخد إيه بالأسباب واللي ممكن توصّلنا لنتيجة معيّنة، فكل القصة دي أو كل الأسباب دي كلّها مجتمعة مع بعض توصّلنا لنتيجة ما فيش مفر منها إلا هو إيه، يا جماعة الفيلم ده ولا النهاية دي تجارية خالص، النهاية ممكن نقول لك هي إرضاءً للرقيب مش أكتر ودي ما فيهاش خلاف، لكن هي ليست بتجارية خالص، لإن هو إيه، مش الفيلم هينجح بسبب إن أنت حطيت لي آيتين قرآن في الآخر، ده مشهد النهاية ده اللي هيشيل الفيلم مش هيشيل الفيلم عشان مشهد النهاية أصلًا، فاهم قصدي؟ هو لسه ما شافش الفيلم، هو هيشيل الفيلم من ورأي الأول. وارد، يعني مش شرط أتّفق معاك 100% بس هو رأي مش شرط، وارد. بس هو فعلًا وارد، مش لازم أنت أو السادة المشاهدين إن هم يتفقوا، بس يعني إيه، في ناس ممكن أنت الموضوع متروك إن المشاهد يفكّر فيها، هل أنت شايف إن الفيلم تجاري أو النهاية تجارية والّا لأ؟ مش أكتر. أنا ممكن أكون شايف إن النهاية اتعملت لغرض تجاري، لكن هو الفيلم مش تجاري بالمرّة. أصل بُص، هو النهاية دي لازم أي فيلم رعب وبالذات بيتكلّم عن الجِن، لإن هي دي يعني أنت شايف إحنا في مجتمع عامل إزاي، فزي مثلًا في فيلم ما هنا الإنس تم والجِن بتاع إجباره، عادل ما أنا إمام، باقول لك، كان لازم هو هنا ينتهي بالنهاية دي، بالضبط، بس أنا باقول لك إن إن هو هو شايف لنَفْسه يعني هو بنَفْسه هو في مش لازم يا البداية مُعتز، لازم هي مش ما هو حاجة تم لازمة والله. هو تم إجباره يا على ابني ما النهاية باقولكش إن دي، هي لازمة، هو بيقول لك هي لازم تظهر للمجتمع كده، مش لازم لازم تتعمل ماشي. كده. بس هنا ما أنا باقول آه. لك هنا هو تم إجباره على النهاية دي، هو مش دي النهاية بتاعته، هو مش هيعملها النهاية دي، وبصراحة النهاية اللي من وجهة نظري هتكون فيها دموية أكتر هي نهاية ملحمية منطقية جدًا، ليه؟ لإن أنت بتتعامل مع هم طول لحد آخر لحظة في الفيلم في منهم اللي لسه مش مقتنع ومش مصدق أو مش فاهم أصلًا ليه، فاهم قصدي؟ يعني حتى إيه هم مش كانت عارفين هتبقى نهاية أعظم فشخ. آه. فبالنسبة لي ما هو بقى عشان هو فاهم، فهو عامل النهاية دي عشان تبقى هي نهاية عظيمة فعلًا، بس طبعًا إيه آه. اتغيّرت واتغيّرت ليه بقى؟ يعني أنت عشان تأكيد إن هي اتغيّرت، المشهد اللي على طول الcut اللي بعدها على طول على إيه، على المآذن، فده معناه إن اللي عايز يحط النهاية بتاعة المآذن هو اللي هيعلّق وهيغيّر في إيه، المشهد اللي قبله، آه. ما ينفعش يبقى إيه ما ده هو هو أصل بُص هاقول لك على حاجة، لو مثلًا النهاية الأصلية هم اتقطعوا وكده، هتقفلها بالمآذن إزاي بالعقل؟ مستحيل، مش هتعرف. مش هتبقى منطقية أصلًا، اللي هو إيه ربنا بقى سابهم وخلاص وماتوا وخلاص وبتاع، بس الله أكبر يعني مش هتبقى منطقية، فأنت لازم إيه تنصرهم، فهمت هو قصدي؟ لو كان عايز يعمل فيلم تجاري ما كانش مسك في قماشة الرعب اللي فشلت معاه مرّة في الأول وعملها تاني. بالضبط، أو حتى هو فكرة اللي بيدوّر على غرض الرعب النفسي تجاري، يعني لمّا ماهر لمّا أو الرعب سعيد النفسي، حامد عمل حُب في آه، التلاجة وفشل، إمم، ساب السريالية خالص وراح عمل صعيدي في الجامعة الأمريكية. بالضبط، ده واحد هو عايز ينجح، هو عايز يكمّل، هو عايز هو يكسب، حابب النقطة دي، هو بالضبط، مش عايز يعمل حاجة للناس، هو عايز يعمل حاجة لنَفْسه. بالضبط، وفضل مكمّل عليها للآخر، وده شيء يدعو للاحترام، وده عشان كده أنا باحب الفيلم ده، باحب الشخصية دي، إن هو أنا نفسي باتفق معاه في النقطة دي، يعني مثلًا إيه من الاسم نفسه، اللي هو الاسم بتاع القناة بتاعتي الدانشو، فهو واخد الهدف مكمّله للآخر حتى لو لموته، يعني هو رايح وعارف إن هو بُص الفيلم ده مش الفيلم ده واللي بعديه، والرقابة هتعملها هتضايقني مرّة فهتضايقني في التانية في التالتة، بس مع ذلك أنا هاصرف من جيبي، أنا هادفع الفلوس وأنا يا عم أنا اللي هاعمل الفيلم وبتاع ويالّا بينا، فاهم؟ فشايل راجل المسؤولية دي مهووس كلّها، بالسينما، عنده بالضبط، هوس شخصي. بالضبط، والشخصية دي أنا عايز أقول لك لو كانت موجودة أيام العصر الحالي بتاعنا ده، صدّقني كانت هتعمل إبداع أكتر من كده بكتير، مش عشان أقول لك في أدوات متطوّرة لأ، عشان في حرية أصلًا إن هو يعني عارف أنت حتى لو قال لك إيه،
يا عم الحاج أنا كان هينزل على النت على طول هيعيش هانزّلها حياته. هانزّلها على اليوتيوب ومش فارق لي، فاهم؟ يعني أنت عارف حتى لو اي هانزّلها بالظبط. هاروح عامل لك على اليوتيوب النسخة الأصلية اللي من غير ما النهاية محذوفة مثلًا، فاهم؟ أو يعمل لك ينزّلها على المنصة مثلًا، فاهم؟ أي منصة، اللي هو أو يعرض الدايركتورز كات. بالضبط زي حصلت مع زاك سنايدر مثلًا، في وحصلت جاستس وحصلت ليج. وحصلت في فيلم نابليون، حصلت برضه اه في نفس النسخة. هي بتحصل في افلام نفسي ابراهيم الابيض ينزل له دايركتور كات. ده حلم عمري الصراحة. خلاص بقى لو النسخة الأصلية موجودة لسه مع مروان حامد فممكن، بس ما أظنش هتطلع، اكيد فاهم؟ موجوده. اكيد موجوده، هي موجوده. بس مش هيطلعها، بالنسبة لي مش هيطلعها ومش هيعملها. لو هتعمل ربح عالي هيعملها. هو عارف إنها هتعمل ربح، على فكرة مش هتعمل ربح عالي، صدقني هتعمل ربح عالي عالي هي عالي. معمول عليها ضجه من فتره طويله، ولو نزلت هتعمل بالظبط، ربح عالي فعلا. أنت في فعلا جمهور كتير مستنيها. ده الجمهور لحد دلوقتي، ده الناس لحد دلوقتي لسه بتقرا السيناريو وبتتمنى عودة المشاهد دي، ولحد دلوقتي أصلا لسه في طب دي صراعات. واحنا دعوة بقى نعمل مننا، دعوة مناشده من مننا. هذا البودكاست ايوه. للاستاذ مروان حامد. نزل النسخة بتاعت ابراهيم الابيض الكاملة. يا بعد اذنك يا استاذ مروان، نزل نسخه ابراهيم بابا. حاسس ان هو أنا برضه حابب هيسمعنا. أوجه رسالة للناس اللي بتتريق على فيلم التعويذة: الزم حدودك ياض أنت وهو، فاهم؟ الزموا حدودكم. فيلم فيلم عظيم، ايوه يا فيلم اسطى عظيم، ايوه. فيلم عظيم. كل واحد يلزم الأدب في حضور عم الأدب وعم أدب الرعب كلنا، آه، عم محمد شبر. يعني ما دام ذكر الرعب ذكر محمد شبر، انتهى سينما الكلام. الرعب. سينما الرعب بقى، فاهم؟ لا تقول لي لافكرافت بقى، ولا تقول لي هيتشكوك، ولا تقول لي ادجار الين بو، ولا تقول لي احمد خالد توفيق. لحظة هو سقف لك محمد بقى. شبر. رفعنا شعار محمد شبر. حلوه التطبيق ده 100 100. لا بجد والله، بس يعني فعلا بتكلم بجد ان هو لا ان فعلا يعني يكفي ان دي البصمه العنديه. ما قصدي، بص انا اقول لك لولا ما كناش هنلاقي البصمات دي من الاخر. كنت هتلاقي ايه؟ انس وجن فيلم حلو بس فاهم الضحك، فاهم؟ ونهايه متوقعه 100%، فاهم؟ ماشي. عندك ايه تاني؟ عدد ينتقم برضه مسروق من فيلم اجنبي ومنيل ب 60 لا وحش. فانت بقى والمخرجين بتاعه ما فيش بصمه، فانت تلاقي فيلم زي البصمات الفل. مسروقه. بالظبط، انت لو تتذكر، فاهم؟ اكتب كده، انت هتلاقي اي فيلم يجي في دماغك على طول فيلم رعب تعويذ على طول تعويذ، فاهم؟ هو احنا اتكلمنا عن عضلة يعني من ينتقم. هذا المنطلق نقول فيلم التعويذه اهم فيلم رعب مصري. بالظبط، من وجهه نظري قولا واحدا هتقول لي عدد ينتقم، هقول لك طب عدد ينتقم وسفير بشكل جهنم. مثالي. سفير طب جهنم وكامب يا وسفير اسطى، جهنم. كامب يا اسطى راح فين يا اسطى؟ كامب راح فين؟ يا اسطى اسكت يا اسطى، كام بيه يا اسطى، ما تخلينيش اسف لا بالدين لا في لا لا بص انا هرفع تحيه دلوقتي لعمنا وعم الجيل. فيلم سكريم الغلابه، سكريم ال 144، طب بقى كان تحيه عليه كبيره واحده قوي فيلم كام. انا كان عليه واحده كده بيقول ايه بمناسبة افلام شيرين. الرعب، في فيلم رعب ما اعرفش الناس كلها شافته ولا لا، بس متهيألي ما حدش يعرفه. اسمه قبل الأربعين. الفيلم ده كان تصويره كويس فشخ انا سمعت وفي الاسم. الفيلم ده اه شفت اللي هو قائمه يعني شوف الترشيح في التريلر الموقع بتاعه طبعا. كده هتلاقي ده تصوير كويس مصري. او اخراج طيب انا كويس. هقول بس حاجه لاسامه، بيقول لي فيلم سفير جهنم صح؟ سفير جهنم هو مشهد اللي فيه اه رعب حقيقي معاك، بس كله هو مش رعب، الفيلم كله قائم على فكره الدراما نفسها. يعني انت حتى ما تعرفش يعني مثلا ايه اقول لك عليه. سفير جهنم، آه محمود المليجي مثلا، هو مشهد التبرية بتاعت عينه رعب انت تخاف، بس هو الفيلم نفسه كله مش رعب، يعني فاهم؟ يعني ايوه، بيتكلم هو اكتر بيتكلم عن عن فكره فكرة الصراع بس. الشخص لا اللي لا، باع سفير نفسه جهنم للشيطان والكلام يوسف ده. وهبي. لا انا يوسف بتكلم وهبي على مش موعد الفيلم مع التاني. ابليس. لا ما انا بذكر موعد مع الاثنين مع بعض. ابليس. موعد مع ابليس برضه نفس، انا عارف سفير جهنم حاجه وموعد مع ابليس حاجه، انا قصدي الاثنين كانوا قائمين نفس اه الفكره، هما فكره الاثنين الصراع مع مقتبسين الشر. من قصه فاوست. فاوست بالظبط زي ونوس مثلا. فاوست فانت بتاعت عندك جوتا اه. فاديتك ان كل دول مش رعب، بس فكره الرعب في حد ذاته الوجود نفسه في الشخصيه دي. مثلا الانس والجن عندك عادل امام ملكي قال لك انا عدم وجودي في الفيلم هو وجود في حد ذاته. ان هو طول الفيلم من فكره الجن، هو في حد موجود يا جماعه، فهو سيرته موجوده في ذهن المشاهد. فالرعب في الافلام بتاعت الصراع مع الشيطان مش اه فكره الشيطان هيطلع يتعبك او يخوفك، لا، فكره ان هو بيسيطر عليك من الرعب بس انا النفسي مش يخوفك من عارف اعتبارك. عادل امام هيخوف ازاي. لا هو بص هو والله هو على فكره، ولا اقول لك على حاجه، هو طلع شيك جدا في الفيلم. يعني انا انا مش ايه انا مقتنع، اشتري. انا مش مقتنع عادل امام ممكن لا يخوفني. يعني لو هذا جيني انا اشتري، يعني لو ليه اخت والله انا اشتري واتجوز والله اشتري.
قام ياخدني معاه وبتاع، ونسجل فيديوهات يعني انا مضحكة لو أنا مكان يسرى كان زماني وافقت. بالضبط، أنت طول يا عم، هي طول. أنت يا اسطى تنفع يسرى والله. طب إحنا ممكن يعني نعمل تعال نجيب كل نرجع فيلم لموضوعنا وكل عشان واحد انت يختار بدأت شخصية يجسدها في الفيلم ده. فيلم التعويذة. أنا بالنسبة هختار اختار دور لك الراجل شخصية من فيلم الدجال. التعويذ. هختار أنا دور لو الراجل هاختار الدجال عشان مات في يا اسطى الاخر. ويسرى هتعمل إيه طيب؟ سِبت يسرى لمين طيب يا معتز؟ لا، لا، أنا أقول لك على أي- حاجة، أنا هاختار لو اه طب هاختار في استنى، مش انت الفيلم بتقول ان يسرى في الاخر ماتت؟ خلاص انا آه، يسرى يا عم. بالضبط هي هتموت آه. فعلًا، أو مش هتموت، هي حرفيًا هتطلع متخربشة في كل حتة في دماغها، يعني فاهم، أنت عايز هتطلع تموت مفجوعة وخلاص يا خالص. اسطى؟ اي حاجه يا عم، المهم أنت عايزين عارف نرجع أنت عارف لموضوعنا. أنت عايز معتز تموت هيطلع مين؟ هيطلع وخلاص؟ الواد اللهبل اللي ابن يسرى في الفيلم، عيل متوحد كده، مش عارف إزاي عدِّت على محمد شبل، عيل عنده فوق ال5، 6 سنين، عيل طويل وبيبات معاهم في نفس السرير، مش عارف شبل كان عايز يجيب اللي هو طفل رضيع بس ما لقاش طبعًا، قال لك إيه مين الواد ده؟ هاته، اي فاهم، حاجه خُش يا تمشينا ابني، وخلاص. اركب على طول، فاهم، اركب، خُش يا ابني، خُش يا ابني ربنا يسهّل. أرقب، أرقب. طفل الرضيع أرقب، أرقب. فلأ، هنرجع فيعني هو لو لموضوعنا. لو كان موجود والله أنا كنت هاسيب له على الحاجات دي، أنا أقول عمّال أعظّم فيك، وعمّال أقول أعظم فيلم، عمّال باقول لك أنت بتاع ده هيتشكوك الغلابة، وعمّال باقول على حاجات، وأنت جايب لي عيل عنده 6، 7 سنين وبيقول ماما، ماما وقُلت وبقيت أسطورة، أسطورة وأنت ولا أسطورة أسطورة ولا نيلة. فاهم، وعمّال أقول ستانلي كوبريك فاهم، وأنت شبه ستانلي كوبريك وبتاع، ونفس الدقن والوزن وبتاع، وحاسس بس احنا فاهم بنعمل فيك نفس حتة الحاجات الهند اللي هو والرز. عملها على نفسه. والله. هو من جملة تريقته على نفسه فيلم غرام وانتقام بالساطور، ذكر نفسه كده بشكل هامشي إنه شخصية بتحب أفلام الرعب، وهو عايز يشوف فيلم الرعب المخرج المصري المجنون ده، فواحد بيرضى يقول له: "يا عم ده راجل عايز علاج يا عم، راجل عايز يتعالج نفسيًا." ده كان في فنكمّل غرام بقى وانتقام في لمّا السطور. آه. آه. طب دي كان مشهد عابر كده، هو ما ذكرش نفسه بالاسم، بس إن هو اكيد يجيب سيرة الشخص اللي مخرج أفلام رعب مصري، مين غيره؟ مم. هو ما فيش غيره فعلًا في الفترة دي، ما وفي فيش نفس غيره الوقت فعلًا. الديكور اللي هو ف والقرون اللي هي بتاعت الشيطان بتاعت الفيلم التعويذة اللي كان في الآخر دي كان موجودة في فيلم غرام وانتقام ما أنا بالسطور. باقول لك هي إسقاط ليها، هو ما آه. أنا عايز بيقلب أخش على رمزيات، الفيلم عشان أتكلم عنه وأنتم مش مديني فرصة. ولا هتاخد فرصة، أنا يا باقول لك عم على خُد حاجة، إحنا فرصتك، نطلع تفكّر نفْسك بس تحصل نعمل سؤال. نعمل إشادة لمقال محمد شبل ميم لورد عابر للزمن من موقع المنصة، يا اسطى أنت لسه طب لإنه على طبق فعلًا الأوصاف في أهم المونتاج، لأن أنا اللي مقال كنت عايز أقول اتعمل كده. عن الفيلم. طب يا ونعمل ابني أنا إشادة اللي كنت تانية عايز أقول الحتة لأعظم دي يا فيلم، ابني. أنا بقى اللي هاقول بقى أعظم إشادة لأعظم مُخرِج أفلام رعب في تاريخ السينما المصرية، وهو محمد شبل، لأعظم فيلم وأكثر فيلم ظُلمًا تعرّض للظلم وللتقطيع ولسوء الفهم في السينما المصرية، وبالنسبة لي الفيلم ده هو شهيد السينما. هو بالنسبة ندّي لي حرفيًا، يعني أنت لو دوّرت على الأفلام المظلومة فهتلاقي الفيلم ده مظلوم، مش يا ريته، يعني أنت عارف، يا ريته كان اتمنع من العرض، يعني أنا بجد كنت إن هو هو محمد شبل يتعمل كُلّه مظلوم. بالضبط، يعني يا ريت ما يتمنع من هو ده العرض، يا ابني العرض عنوان إيه، حلقتنا، أنت ناسي ولا إيه؟ هو ده اللي احنا داخلين والله! نتكلم فيه. هو إحنا أيوه ده اللي بنتكلم احنا عن إيه داخلين طيب؟ نتكلم فيه بنتكلم أصلا. إحنا بنتكلم أنت عن محمد شبل بتظلمه، ده كُلّه يا أنت اسطى؟ بتظلمه، أنت بتظلمه وأنت داخل تتكلم عن اللي هو ليه اتظلم. لأ هو إحنا بنتكلم عن محمد شبل أصلًا يا اسطى؟ طبعًا احنا كل بنتكلم ده عن المفروض محمد إحنا رايحين شبل. نتكلم على إيه، على خالد يوسف تقريبًا. والله احنا تطرقنا لكل حاجة إلا الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه يعني. الناس اللي بتتفرج على البودكاست ده هتشخر لنا تقريبا، ده لو حد شافه أصلا. من أجمل الشرايط الmusical في السينما المصرية كُلّها. ثانية بس كده؟ واحدة. و كنت بتقول يا عم وده كده. ده التصنيف الوحيد اللي دخل فيه فيلم أنياب ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، هو أفضل 100 فيلم غنائي في السينما المصرية، أيوه وكان واخد مرتبة الفيلم متقدمة أصلا شوية. غنائي للدرجة الأولى، يعني هو رعب غنائي فاهمني، واستعراضي، آه، في استعراضات كتير في الفيلم. هو رعب musical بالضبط. رعب هو ميوزيكال. عشان أصلًا يعني الفيلم الأساسي اللي هو فيلم روكي هورر، ما هو فيلم غنائي، ميوزيكال أيوه. وروكي هورر نفسه الفيلم مبني على مسرحية غنائية. يعني زبرة نعمل ورعب. إشادة للشاعر عصام عبد الله كشاعر مؤلف أغاني فيلم أنياب، لإن الكلمات يعني أغنية زي الجهرشة دي شوف كلماتها، يعني كلماتها مُعبّرة عن شخصية
هذا الشخص داخل بقاموس جديد، أحمد عدوية. إمم، دي الأشيا مبشبشة والدنيا منعنشة، حاجات زي كده يعني. إمم. اللي هو أنا ما فهمتش كلمات جهرشة غير من الترجمة. يا راجل! كان في أغنية تانية أنت أنت كنت بتحبها بتاعة علي الحجار في الفيلم. ده في أغنية بتجمع ال3 أيوه، بس في جميلة فشخ برضه. 3 مين؟ آخر طلعت أغنية في زين برضك؟ الفيلم كان بيغني فيها طلعت زين؟ في أغنية كل شيء يشبه لبعض، ويعني شوف بقى بناء الكلمات لل3 شخصيات، هُم ال3 شخصيات بيقولوا كل شيء يشبه لبعض، وكل واحد بيخش بجملته. إمم، يعني علي الحجار بيبدأ كل شيء يشبه لبعض، ما حد داري بهَم حد، الحياة في الحال ده موت، كل شيء شكل التابوت، حتى أنتِ يا حبيبتي ضيّعتِ خداع الخطوط. إمم، فهتلاقي لمّا ييجي أحمد عدوية يقول لك كل شيء يشبه لبعض، سمك لبن وتمر هند، فكل واحد بيغني بمصطلحاته، إمم. وبيشتركوا في كلمة كل شيء يشبه لبعض. هو مين التالت؟ طلعت زين، آه، وطلعت زين بيخش بإيقاع كده بيهِت الدنيا كده، كل شيء يشبه ما لبعض. إحنا عايزين نعمل حلقات يا اسطى عن مغنيين اتظلموا برضك. الثرثرة فنية عملوا عن طلعت زين. بجد؟ أنا عارفك هتقول لي طلعت زين بس الثرثرة فنية عملوا عنه هو أي حاجة، أنا كده، الموضوع أنا ما عايز أعمل تعملش مقدمة أصلًا عشان أنا ما عملتش مقدمة، فاهمني؟ مش مشكلة، اعمل مقدمة بنفسك عادي فاهم، سيبك من الintro ماشي، البسيطة اللي إحنا عملناها دي، عايز تعمل أنت واحدة بنفسك بُص شيل اللي يعجبك وحُط اللي يعجبك، تمام، مش مشكلة، ماشي. بس لو طلع البودكاست مشوّه زي فيلم التعويذة فأنا هادّيك شابوه عشان فيلم التعويذة كان مشوّه أصلًا، أقول لك أنت عملت زي ما اتعمل في إسقاط الشبل فاهم، إسقاط إسقاط عظيم ليك، فاهمني؟ إسقاط جوّه الإسقاط، فهادّيك التحية فاهم، آه، في مقالة اتعملت سنة 2022 بعنوان مخرج فيلم أنياب الذي سخر من نفسه، دي يعني إيه بين قوسين كده أهوًا، والمقالة العنوان بتاعها بقى ميم لورد عابر عبر الزمن محمد شبل. المقالة على موقع المنصة، شخص اسمه أحمد محمد حسين، ما أعرفش هو صحفي والّا بيعمل إيه أيًا كان. بيتكلم عن إن المقالة بيتكلم فيها عن فكرة إن في سنة الفيلم أنياب اتعمل سنة 81، في نفس الفترة آه. اللي بدأ فيها الواقعية الجديدة، سمير سيف بفيلم المشبوه، ومحمد خان بموعد على العشاء، وطاير على الطريق في نفس السنة، ورأفت الميهي بعيون لا تنام، وعلي بدرخان بفيلم أهل القمة، و وسواق أتوبيس بعدها بسنة تقريبًا، اللي هو عاطف الطيب كان مساعد مخرج في فيلم أنياب، فاهمني؟ فكل واحد من دول كان ليه وتاني بصمة سنة عمل فاهمني سواق في أوتوبيس. أفلامه. فهو تقريبًا كان بادئ معاهم في نفس إمم. السنة اللي بدأوا فيها، أو نفس الفترة اللي بدأوا فيها، وكلّهم كل واحد فيهم كمّل وهو الوحيد اللي ما كمّلش، ومع إنه ليه بصمة زيّهم، وليه رؤية سينمائية زيّهم برضك، فاهمني؟ ويمكن مختلف عنهم كتير يعني. ف هو ما انتماش للواقعية ولا هو ما انتمى انتماش للمدرسة للواقعية، بس القديمة. هو يعني فاهم بدأ معاهم، بس هو مش منتمي معاهم، أنا ما آه، باتكلمش إن هو معاهم فاهمني، بس هو بدأ زيّهم في نفس آه، الفترة. هو في زيه يعني في مخرجين بنفس الطريقة ديًّا، زي محمد شبل، رأفت الميهي نفس الطريقة فاهمني، بس آه. رأفت الميهي السريالية طاغية بس في أفلامه أكتر من بدايته كانت واقعية. بس بدايته كان واقعية بالضبط، فاهمني، لكن آه. محمد شبل بدايته كانت فيلم أنياب، فاهمني. غرام وانتقام في الساطور بقى هو من أهم الأفلام اللي عملها، أو مش يعني هو من أهم الأفلام وآخر فيلم هو عمله محمد شبل، وفي نفس الوقت يعني ما اشتغلش في حاجة بعده غير اللي هو المسلسل بتاع يوسف شاهين اللي هو حدوتة شاهين وبس. وفي نفس الوقت الفيلم ده هو سخر من كل حاجة، سخر من فكرة أفلام الرعب أصلا ذات نفسها، ومن الشخصيات اللي في الفيلم، وسخر من نفسه في مشهد في الفيلم. أحكي لك القصة باختصار. فيلم غرام وانتقام بالساطور، قصته باختصار بتتكلم عن فتحية بتقع في حب زميلها فتحي في الشغل، وبس هو ما يا كانش سلام! بيحبها. استنى معلش عندي تعقيب على الاختيار فاهم، من حالته. فتحية يا سلام، يا سلام على الأسماء،
الله عليك يا عم محمد يا شيف، ده لسه، أنا مش لاقي، أنا بُص لسه مطبّلك، ده أنا ممكن أسحب التطبيل بتاعي كلّه بسبب الاسمين دول والله العظيم. والله بُص ممكن أتراجع وأقول لك بُص إلغي الحلقة دي وامسح حلقاتي يا محمد بسبب الكلمة دي، فاهم، فتح وفتح، يا سلام، يا سلام عليك. هو ما بيكونش بيحبها نظرًا لقُبح يعني هيئتها، مش أنا يعني ما باتكلمش عن الشكل، يعني باتكلم بس عن الهيئة والطريقة اللي هي مختارة حياتها بيها، هو ما كانش عاجبه ده. فكان معجب بزميلة ليهم برضك في الشغل كان اسمها ماجدة، وكانت عايدة رياض هي اللي عاملة الدور. وبعد ما بيتوفى والد فتحية، بيكون سايب لها ورث كبير جدًا. فلمّا بيعرف فتحي عن الموضوع بيقرر إن هو يتجوزها علشان ينال الثروة دي، بما إنه يعني شاب إيه، ما فيش أي شكل لحياة كويسة يعني عنده، فبيقرر يعني إن هو يتجوزها علشان يحصل على الثروة دي. وبعد ما بيتجوزوا بيكتشفوا إن يعني في فلوس أكتر بكتير من اللي هي ورثتها ديًّا موجودة في مخزن تحت البيت، فبيكون عايز إن هو يقتلها علشان ياخد الفلوس دي كلها لنفسه. بيعمل ده فعلًا هو بصوت والله وبينفذه. العظيم أنا قبل عطست والله بصوت الجواز، قبل العطس الجواز، ده. معلش يا معتز. آه، معلش أنا عطست ولقيت المايك لسه مفتوح، معلش عندنا دي. ولا يهمك، أنا ما خدتش بالي. قبل الجواز آه، إسعاد يونس كانت عايزة تتجوز، كان عندها حلم، يعني اللي عند البنات اللي هو فارس الأحلام وكده، الراجل اللي على حصان. بس حلم إسعاد يونس ما كانش راجل على حصان، كان سوبرمان. آه، كان حلم غريب فشخ إمم، وتجسيد، يعني لا هو ده فارس هذا العصر سوبرمان بالبوكسر اللي فوق البنطلون. إمم. طب والله هو أنا مش فاكر الفيلم الصراحة يعني، بس كان نقطة كويسة ديًّا إن سوبرمان هو فارس العصر فعلًا. ممكن يكون بيتكلم عن فكرة إن السوبر هيرو إسقاط على الفكرة. نيتشه. طب أقول لك على حاجة، ما استبعدهاش والله، ممكن. لأ بجد ما استبعدهاش، فاهم، يعني أنت عندك المخرجين بينكشوا مش بينكشوا بيعملوا إسقاط للفلاسفة أو للكتاب التانيين أو المخرجين، فاهم، زي يوسف شاهين وهاملت وشكسبير، فما استبعدهاش. اه، بس هو بيتكلم في فكرة إن السوبر هيرو يعني هو الفكرة الغربية ديًّا اللي بيوصّلها لكل المجتمعات، فكرة إن السوبر هيرو هو فارس الأحلام الجديد أو بطل هي الناس الأحلام في كلها. الفيلم غريبة عامة. ما فيش حلم طبيعي. ويعني هو مفيش حلم طبيعي في الحياة عامة، بس قصدي يعني كتصوير سينما يعني للحلم. آه، والمشهد اللي كانوا بيسفوا على المزيكا الهندي وكده برضه كان. إمم. إمام على لمّا فكرة بيقول مشهد له النهاية ده كان فشيخ في غرام انتقام بالصدوق. كان إيه علشان أنا مش متذكّره؟ يعني هو اللي خلاني أشوف الفيلم أصلا. إمم، لما كان طالع عشان يتسلق، أول مشهد في الفيلم لما فاروق الفيشاوي بينط من الشباك، كان قلع بالبوكسر بس. وبعدين نازلين شوية مشايخ وواحدة منقبة من على السلم، فشافوه بالبوكسر، قال استغفر الله، جهنم وبئس المصير. آه، فراح نط من الشباك وتسلق المواسير دي، راح دخل من الشباك التاني. بيتكرر نفس المشهد في النهاية وهو طالع برضه بيتسلق عشان يخش شباك الشقة، فبيلاقيها في وشه طالعه له بوش العفريت ده. فأول ما بيجي يشيل وش العفريت منها بيكتشف إن هي أصلا المفروض اللي كان دافنها وقتلها وكده. فبيتخض إمم، ويقوم واقع، المفروض هو بيقع من العمارة، يقوم واقع على حمارة بظهره. إمم، كمشهد يعني بيعبر عن فكرة التجريس وكده، اللي هم لما كانوا بييجوا يجرسوا حد زمان يركبوه على حمارة بالشقلوب. إمم. وفي نفس الوقت في الثقافة بتاعة الmemes اللي بقت منتشرة دلوقتي، أو فكرة الdunk memes اللي بيتكلموا عنها، إن هو دايمًا بيبقى في عنوان بيتحط على الmeme، وبالذات الmeme فيديو يعني. فأنت هتلاقي في اه، عناوين من ديًّا بتتحط في نُص الفيلم، فاهمني؟ فبالنسبة اه، لوقتها دي حاجة ما كانتش موجودة أصلًا في الثقافة. هتحس إن هو فعلًا المقال بيتكلم عن فكرة meme lord عابر عبر الزمن، تحسه فعلًا كده، فاهمني؟ يعني فكرة الmemes هو ديًّا. بدأ الميمز في مصر من قبل ما تبقى في حاجة اسمها ميمز، من قبل ما ريتشارد
دوكنز يخترع كلمة ميم أصلًا. ليها وجود أصيل يعني، ممكن نعمل حلقة برضك نتكلم فيها عن الميمز وكده. آآ ف الميمز والله بجد والله يعني الميمز دي حاجة كبيرة وتأثيرها كبير، والمشكلة إن هي في الفترة الأخيرة ديًّا بقت بِضان بسبب إن الموضوع اللي هو بيقول لك إيه، اختصارها كلها في POV وهو مش فاهم يعني إيه POV اللي بيحطها دي. يقول لك POV لمّا آجي point of رايح view. البيت والاقي أبويا بياكل جزر، فاهمني؟ ما ياكل جزر يا اسطى، يعني إيه المشكلة؟ هي دي الفكرة. أنا باقول أي هري. هي لمّا تكون حاجة يعني mutual بينك وبين الشخص اللي بيقول الموقف هتضحّكك. فاهمك بس آه. هو اللي بيكتب الميم نَفْسه وهو بيتهيأ له إن الموقف ده بيحصل لكل الناس وهيضحّك الناس حاجة تافهة يعني ما بتحصلش. هو أنا تقريبًا الشخص الوحيد اللي ما ينفعش أعمل memes لإن الحاجة اللي بتحصل لي ما بتحصلش لغيري. يعني هل أنت بتحلم إن أنت بتاكل مروحة بتاعة السقف اللي هي فوق دي بعيش كايزر وطعمية؟ في حد ممكن يتخيل ده؟ ما حدش فاهمني؟ دي أحلامي عمومًا. و404. فكمّل، كنت بتتكلم عن فكرة لمّا وقع من على الحمار وهو ماشي بالمتشقلب، وده إسقاط على الناس اللي هم بيقولوا عليهم العقاب بتاع الأرياف اللي موجود من زمان ده. إسقاط بتاع التجريسة. آه. إيه؟ تجريسة يعني لو حد مثلًا متجرّس. آه. التجريس ده يعني موجود في الثقافة الشعبية في مصر زمان لمّا كانوا حد يعمل فضيحة والّا حاجة فيجرّسوه. إمم. شُفت في Game of Thrones مثلًا لمّا يمشّوا واحدة لمّا يمشّوها كده اللي عملت مثلًا علاقة محرّمة فيمشّوها في الشارع وهي قالعة ويقولوا لها شيم، شيم، عار. إمم. دي كان ثقافة موجودة في مصر برضه فكرة التجريس اللي هو واحد يبقى يركّبوه الحمارة بضهره ويجرّسوه في الشارع، تبقى جُرثة وفضيحة. إمم. فهي محطوطة في الفيلم علشان كده؟ ربما يعني دي وجهة نظر مش شرط. إمم. بس الفيلم إن هو ينتهي إن هو بيُقع على الحمارة من فوق المبنى يُقع على حمارة بضهره والحمارة تمشي بيه مع صوت ضحكة. فعلًا أنا معاك في دي، إن الفكرة دي صوت نفسها ضحكة في بينتهي بيها الأرياف هي الفيلم. إهانة، هي إهانة فعلًا، هي بتبقى إيه زي فضيحة كده فاهم، بتحصل في الأرياف إمم. والمناطق الريفية الجميلة دي، كنت عايز أشتم إمم. يعني بس إيه بالضبط. ما رضيتش يعني. فالمهم يعني فعلًا أنا أتّفق معاك في النقطة دي، ما أنا ما شُفتش الفيلم بس أنا فاهم إن الإسقاط ده مباشر وباين أوي، وحصل بيحصل كده في آه. مشاهد المسلسلات بتاعة الصعيد وبتاع، زي سلسلة دم تقريبًا أو حاجات زيه. شُفت المشهد آه. ده قبل كده في كذا كان حدائق الشيطان، حدائق الشيطان بتاع جمال سليمان كان اللي هو كان اسمه إيه يا ربي، آآ البطل اللي كان نسيت اسم الممثل التاني ده، اللي كان عامل دور حبيب سمية الخشاب في مسلسل لاوي سكين، رياض الخولي تقريبًا والّا كان اسمه إيه؟ رياض الخولي اسمه كده. رياض الخولي، فكان رياض الخولي كان جمال سليمان رجالته ضربوا رياض الخولي وحطوه على الحمار ومشّوه جلدوه ومشّوه بالحمار بالشقلوب وبتاع والعيال الصغيرة عمّالة تتفرّج عليه وتحدّفه بطوبة وتضحك عليه وبتاع، يبقى زي إهانة فاهم، اللي هو أنت حمار راكب حمار بس إيه الحمار هو اللي سايقك مش أنت اللي سايقه، لإن أنت راكب إمم. العكس فاهم؟ هو أنا ما فيش كلام كتير عن فيلم غرام وانتقام بالساطور، هو بس الجزئية بتاعة إن هو فيلم أنت ما فيش غرائبي كلام ما أصلًا يا ما معتز، أنت ما اتعملش فيش زيه كلام قبل أصلًا، كده. يا ابني أنت هو ما أنا ما فيش فيش كلام كلام أصلًا فعلًا على رأيك يعني. أنت في فيلم رابع من الأفلام اللي عملها محمد شِبْ، بس ما فيش منّه نسخة موجودة كويسة، يعني أنا ما قدرتش أتفرّج على النسخة اللي هي كابوس، اسمه كابوس الفيلم، وهو فيلم رعب نفسي، وأنا ما شفتوش، بس أكاد أجزم إن هو رعب نفسي غريب برضك، يعني رعب نفسي إيه، في فكرة آآ يعني كويسة ما اتعملش زيّها برضك في السينما المصرية. النسخة اللي لقيتها كان الصوت فيها مش موجود أصلًا ولا الصورة موجودة، أنا مش يعني شايف يسرى زي كإنّي شايف طبق عدس كبير يعني فاهمني؟ ف وبس. آآ فهُم تاريخه السينمائي كلّه عبارة عن 4 أفلام،
و... وكان بس هو طبعا في باع من الاعمال الاذاعيه، وطبعا دي ما اعرفش عنها حاجه. انا قعدت ادور وابحث ان انا اسمعها، مش ما لقيتش حاجه خالص. فهو كان شغال 13 سنه في الاذاعه، وفي نفس الوقت هي اذاعه مصريه اوروبيه تقريبا، يعني مش اذاعه مصريه، يعني مش في مبنى الاذاعه والتلفزيون المصري تقريبا. ف حاجه تاني؟ لا بس كده. من جملة أعمال محمد شبل برضه يقال إن هو ليه فيلم قصير كان أول أعماله، بس مم. يعني في اختلاف في صح، الموضوع ده. نسينا نتكلم عن الموضوع ده. كان فيلم اسمه تلوث بيئي، وكان فيلم مش وقريت في حتة تانية إن هو فيلم اسمه الحياة في نيويورك، فمش اه عارف هل هو ده ولا ده، مم. بس انا ربما دورت. الأقرب هو عن التلوث البيئي، لأن سلمى الشماعة كلمته في الموضوع ده وهو ما صحح لهاش يعني. اه انا دورت برضك عن الفيلم ده، ما لقيتش اي حاجه عنه. طب طب جس وات، محمد شبل أخرج كليبات. بجد؟ اخرج بجد. ايه؟ أخرج أخرج كليب لسيمون اسمه في الجنة، من مم. ألبوم أحب أقول. ده كان أصلا المفروض فكرة الكليب إن هو كليب سياحي عشان يرجع العلاقات بين مصر واليونان. ده سنه كام؟ هو في التسعينات، هو الألبوم سنة 93 تقريبا. ألبوم بحبه جدا لسيمون، مم. اسمه ألبوم أحب أقول لك. حتى الأغنية اللي فيه اللي هي أحب أقول لك نفسها أغنية نسوية شوية. لو تعرف أغنية You Don't Own Me، هتلاقي نفس الفكرة. أحب أقول لك إن أنت مش مالك نهايتي، أنت مش مفتاح سعادتي، واللي قال لك غير ده غشك. وأحب أقول لك يا ما ضاع يا ما أحلام اترمت وأنت كسول، إلى آخره يعني. مم. في نقطة مهمة ما اتكلمناش فيها في الحلقة، إن محمد شبل الموسيقى التصويرية بتاعة الثلاث أفلام هو اللي عاملها. يعني التعويذة من تصميمه هو، أنياب من تصميمه هو الموسيقى التصويرية، وكذلك غرام وانتقام بالسطور. معرفش كابوس إيه، بس هو برضك اللي كان عامل الموسيقى التصويرية للثلاث أفلام دول. وبالنسبة للجزء بتاع الأغاني بتاعت فيلم أنياب، إحنا برضك ما اتكلمناش عنها، فاتكلم عنها عن اللي أنت تعرفه يعني. معاك المايك. حبيبي تسلم. حاسس ان احنا في ابتدائي، ما اعرفش ليه. اتفضل يا ابن الماي. طب الان مع معلش الطالب دقيقة واحدة اسامه. كده. ماشي. مرام انت لسه معانا؟ لسه معاك موجود. مش عايز تقول اي حاجه؟ أقول إيه بس؟ ماذا أقول على كل ما قيل، وليس كل ما يقول كما قيل. الأفوكاتو، عادل إمام. أنا شايف 1983. لا عارف بجد، انت ما أنا هي، مع... أنا انا بحس ان هي ثقافه كده، أنا هو اسمها الحريف أنا محمد خان 1983 او أنا 85 خدت. أنا 85. عايز أقول الختام وبتاع، بس يعني كل واحد يقول كلمة ختامية عن الحلقة، إن أظن كده إحنا بنخلص أصلا على طب نقطة قشطه، يلا الأغاني. لما اسامه يرجع نختم وخلاص على كده. معاك رجع. طب قشطه، تعالى بقى نختم. اتكلم الاول على جزئيه الاغاني اللي في الفيلم، فيلم انياب. هو عامة استخدم مزيكا مختلفة، روك وديسكو ودخل الشعبي في إيقاع، يعني دخل روك في إيقاعات شعبي، ودخل الروك في دخل أغاني شعبي في إيقاعات روك. عمل مزيج يعني كده موسيقي. يعني هو عملها اجمد من كايروكي، عملها قبل كايروكي بكتير. لا، ما هو في مزيكا روك في مصر أصلاً من زمان. في مزيكا روك اتعملت بشكل شعبي. اللي اعرفه او اللي عندي اللي فاكره اه، يعني كان دخلت إيقاعات شعبية مش بشكل شعبي، لكن اه في إيقاع فيها شعبي. إيقاع اللي مم. هي مثلا مقسوم والحاجات دي. ما تفتكرش في ايه؟ دخلت فيها مقسوم والحاجات دي، إيقاعات مم. الشعبية. مش عارف، انا كل اللي اعرفه كايروكي، يعني فاكر في الالبوم بتاعهم اللي هو لا يا عم، في باندات نقطة كتير مصرية بيضاء. عملت روك من السبعينات، بيعملوا روك في مصر. انا بتكلم على اقول لك على الشعب حاجه، يا ابني. حسين ومودي الامام ذات نفسهم اللي عملوا اه مزيكه فيلم انياب، كانوا عاملين فرقه طيبه، وغنوا فيها اغاني بالظبط. روك، وغنوا فيها اغاني من البيتلز.
يعني أغاني يا ابني واخدين ألحانها من البيتلز. ما بتكلمش ان هم اول فرقه روك، انا بتكلم على دخلوا ايقاع شعبي في اغاني روك، فاهمني، في هي مزيكا ممكن روك. تكون أقدم بس إحنا مش عارفين، بس مش واخدين بالنا، مش اكيد فاكرين طبعا اه. حاجة. بس يعني المهم إن هو إيه، إن هم عاملينها طبيعي أقدم من أي باند تاني. فاهم الموسيقى صعب تحدد بدأت من إمتى، بالذات مم. وهي و... بتنتشر، و... فاهم؟ وحسين ومودي الإمام عملوا يعني كان ليهم تعاون مع الشاعر عصام عبد الله في حاجات كتيرة غير بس الفيلم ده. بالظبط. وعلي أنت الحجار كان عندك معاهم، هو كان مشروع بسمع، أصلا أنت هم مع عندك بعض أنت كده. عندك أنت عندك علي الحجار ده صوت عبقري، يعني أنا بحب له أغنية في صوت في قلب الليل. فشيخ. ومودي الإمام، الاتنين دول أصلا يعني لحنوا أغنية من أقرب الأغاني لقلبي، وهي أغنية في قلب الليل. عملت يا حلقة عنها نهار أبيض، تحليلة. الألبوم كله حلو يا اسطى. أنا عملت حلقة عن في قلب الليل كلها، يعني عملت حلقة لتحليل الأغنية والكلام عنها. فمودي الإمام أصلا وجوده في الفيلم، أنت ضامن الموسيقى خلاص، يعني أنت شايل الموسيقى خلاص، إيه تمام. ما بالك بقى هما وعلي الاثنين الحجار مش بس، وعندك. ما تذكرش الاثنين بس يا رامي، في واحد تالت برضو مهم فشخ في الرحلة دي. عصام عبد الله هو اللي كتب الأغاني بالظبط في بالظبط المشروع ده. بالظبط بالظبط. وعملوا مع وعندك بعض أغنية اسمها تسأليني، أغنية كانت حلوة بالظبط. فشخ. وأنت عمالة عندك روحي الناحية فيكي التانية، تروح. ودول من ناحية وعندك عدوية من ناحية. انت فاهم، انت عندك كذا موهبة، فاهم، في كذا نوع موسيقى، فاهم، يعني كذا نوع غناء طرب، فاهم. وعندك الصوت اه، الأصيل، وعندك الموسيقى، يعني انت فاهم، انت زي كأنك ايه، هو فيلم غنائي، بس انت فعلا عندك يعني انت لو جمعت دول مع بعض انت عندك مشروع كليب ناجح، فاهم. عندك هو ألبوم غنائي ألبوم فشيخ. غنائي، ما هو ألبوم غنائي فشيخ فعلا، فاهم. زي مثلا الأغاني اللي كانت في فيلم الكيت كات، الكيت كات، فيلم الكيك، كيمي كيميكا وبتاع، يعني دي اغاني كانت بتتباع بعدها في الشرايط، فاهم. يعني اه، هي اغاني معموله اه، ساخنه واتغنت، بس. وناس غنت منها نسخ شعبية. بالظبط، بس يعني كيمي فاهم كيميكا هو سمعتها مرة بالمزمار تقريبا، أو حاجة زي كده. فيعني، فانا بقول لك هي بتبقى حاجات كده، فاهم، هي معموله في الفيلم بس. كريم محمود عبد العزيز عملها في فيلم عش البلبل، كان بيغنيها مع 50 والسادات. اه اعملها اه. حته. طب ما انا بقول لك يعني بتبقى كده. طب مثلا ايه يعني بمناسبة السينما الميوزيكال، ممكن نتكلم عن ماهر عواد بعدين. ماهر عواد اكيد عمل حب هنتكلم في عن ماهر عواد. الثلاجة، أقزام قادمون، مم. يا مهلبية، يا سمع هص، أفلام كلها ميوزيكال. اه، بس يعني نعمل يعني حلقة عن ماهر عندي عواد. الاغنيه بتاعت انا وطني بنشد وبطن، بحب اسمعها. فشيخة فشيخة. الطلعه بتاعتها، فاهم، اوبرا بجد، فاهم، تحس اللي هو أنا اوبرا وطني. الجمال، فاهم. لا الفيلم بتاع سمع هص فيه، شفت اللي هو الجزء بتاع الفلوس 9 دقايق. اه اه 9 دقايق اللي هو الجزء بتاعت الفلوس. ومودي الإمام جه برضه ظهور كده مرة واحدة فجأة كده في الفيلم، كان أصابني بالدهشة. مم. كان احنا شبه عايزين فريدي يعني ميركوري فشخ في المشهد ده. في نفس الوقت عايزين لو هنتكلم عن فيلم سمع هوس، عايزين نعمل حلقة صغيرة، مش يعني ممكن ما تكونش طويلة، نتكلم فيها عن موضوع ظهور عم شابلن في الأفلام ده، أو شارل شابلن، شخصية شارل شابلن ظهرت في كذا فيلم، من ضمنهم بحث عن سيد شخصية الحاج مرزوق شابلن. الحاج شابلن. سمع هوس. اه، عايزين نبقى نذكر الموضوع ده في حلقة صغيرة يعني. هتتكلم عن حاجة تانية في الأغاني بتاعت الفيلم؟ يعني ما أغاني بتتكلم عن نفسها، هي أغاني حلوة فشخ من غير يا كلام. سلام يا سلام. شوف بقى الله. طب نختم بقى نقول إيه؟ إحنا في الحلقة دي حاولنا نكون منصفين لأقصى درجة، الراجل العظيم ده اللي ما خدش حقه، وما خدش حقه يعني من الوسط اللي هو كان الوسط السينمائي اكتر من كونه ما خدش حقه من الجمهور، فاهمني. وفي نفس الوقت هو عمل حاجات هي يعني وقتها ما كانتش مستصاغة بالنسبة للجمهور، يعني مين هيفهم ده، فاهمني. فمع الوقت الدنيا اتطورت والناس بدأت ترجع للأفلام القديمة وتقدر قيمتها يعني بشكل كبير. آه، دي حاجة كويسة جدا، أنا مبسوط بيها يعني، وفخور بيها إن جيل مثلا مش ما كانش مولود في الفترة دي واتولد بعدها بكتير، زينا إحنا كده، إحنا التلاتة، إحنا مواليد 2001، إحنا التلاتة تقريبا صح؟ 2001 اه. فإحنا مواليد ألفينات، فما ما كناش حاضرين في الفترة دي، وعلى ما كبرنا كان عدى وقت يعني
ودخلنا في الفترة الجديدة بتاعة السينما من بعد الثورة وبتاع، من أول ما بدأنا نتابع أفلام يعني كويس ونهتم لأمرها. فكون إن إحنا نرجع لأفلام من التمانينات وبعد كده من التسعينات وكمان من الستينات ونرجع نكتشف الجواهر دي، دي حاجة أنا فخور بيها وفرحان بيها جدا. ف ودايما بلاقي التركيز بيكون على مجموعة من المخرجين اللي هم بتوع الواقعية الجديدة ده، يعني هم دول بس اللي بيرجعوا يكتشفوا الأفلام بتاعتهم، في حين إن في ناس عظماء كتير وبرضك ما بياخدوش نفس الاهتمام ده أو إعادة الاكتشاف دي، زي اللي احنا هنتكلم عنهم في حلقات جاية، وزي اللي احنا حاولنا نتكلم عنه بقدر كبير يعني محمد شبل في الحلقة دي. أنا مبسوط بالسلسلة ومبسوط بالفكرة ذات نفسها و- وبس. ربنا يرحم محمد شبل، هو يعني هو آخر اتولد حاجة في عملها أصلًا حدوتة شاهين، ومات بعدها بسنة والّا سنتين. هو مسلسل حدودة شاهين ده هو كان مسلسل ولا برنامج؟ هو برنامج. ما عمال اقول مسلسل كل ده. ما علينا. برنامج حدودة شاهين ده يعني من الحاجات المهمة اللي اتكلمت عن تاريخ يوسف شاهين وأعماله، حاجات كتير يعني من هذا القبيل البرنامج ده وخلافه. محتاج طلة يعني ممكن اه محتاج طلة نبُص عليه فعلا. بصّة. في اسلام عاكف كان بيتكلم عن كان عامل سلسله كده، هو بيفتح لايف بيقعد 5 ساعات ولا حاجه، بيقعد يتكلم عن يوسف شاهين، وبدا من اول بابا امين لحد انا كنت حاضر السلسله دي كلها. كان اخرهم كان قد إيه بيتكلم عن حقيقة فيلم الارض. وعملها في ألبوم ابن. اه فكان بيتكلم، فكان بيجيب بقى حتت من حدوته شاهين ده في الحلقات دي في اللايفات دي يعني. يا المهم ريت يكملها والله. كمل الختام. اه بس فحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نكون منصفين للراجل ده. ورامي متفق ان فيلم التعويذة هو احسن فيلم رعب مصري اتعمل، ومش لحد دلوقتي ما اتعملش زيه. و... وانا واسامة متفقين ان فيلم انياب من اجمل افلام السينما المصرية، واللي ما خدتش حقها بسبب قدر الكبير من السخرية. وكذلك فيلم غرام وانتقام بالسطور برضك فيلم ما اتعملش زيه. فهو شخص من الاخر كل اعماله عظيمة ونظرا لقلتها يعني، فاهمني، هم 4 أعمال بس في نفس الوقت كلهم كويسين، وكلهم فيهم يعني تجارب مختلفة، فاهمني. آه، حد عنده حاجة تاني عايز يقولها؟ تمام كده. أنا أحب تمام مثلا كده إيه ومبسوط إن أنا يعني اتكلمت مع رامي وعرفت شرف أكتر من ليا، وجهة نظره يعني. شرف ليا يا صديقي. أنا أحب أختم إن أنا أقول إن هو فعلا الفيلم هو من أفضل الأفلام بالنسبة لي، وإن هو إن كان مخرج تم تعرض للظلم، بس حاولنا على قد ما نقدر إن إحنا نقدم له إنصاف، ومش إحنا لوحدنا، في ناس كتير تبقى عندها نفس النظرة دي حتى لو اختلفت في هذه الأفلام دي. هي فعلا عظيمة لدرجة إن هي تستحق تبقى مخلدة، ولا إن الأفلام هي سيئة بس يعني هو نفسه اتعرض لأذى أو لظلم. فده اللي حاولنا إن إحنا نوصله في أول حلقة من البودكاست ده، وأشكر معتز على الاستضافة الجميلة دي، وأشكر حبيبي ياسر. صديقنا أسامة إن هو حاول معانا يعني وبس. مم. طيب نتقابل في حلقة تانية من بودكاست، لما نختار الاسم بقى هنبقى نسميه. يلا ده من هنا، يلا ده من هنا، أنت عيل فاشل والله، عليا إن أنا عيل فاشل. والله ما ومذيع احنا ولا احنا عملنا الحلقة بس ما اخترناش الاسم، فاهمني. هنبقى نسميه في أقسم الآخر بالله يعني. كنت انتظروا أسوأ حلقة جديدة من بودكاست، معفن، وهسكت أسوأ وبحطها مقدم، بقى بعدين. أسوأ مقدم بودكاست شفته في تاريخ حياتي ومش هشوف زيه. ماشي يلا. الحلقة الجاية هيبقى أحسن من كده. بودكاست عبثي بقدر عبثية محمد شبل. ماشي يلا تصدق أنا ده هيبقى عنوان البوست اللي هنزله عن بودكاست الحلقة دي. عبثي. حلو، يجي تيجي اسم نسميه جميل. كده. هو اسم حلو، شكل شخص كويس يعني فاهم، وكانت حلقة كنت مبسوط بيها جدا. أنا بتناقش مع أصحابي، مش طالعين حلقة بنعمل محتوى وانا للمواجهة. بجد يعني بعيدا عن ان احنا قعدنا نتكلم في حاجات كتير
تطرقنا لمواضيع مختلفة، بس أنا مبسوط بالحلقة إن إحنا قلنا كلام فعلا مهم. يعني الحلقة دي هو مهمة، هي مهمة فعلًا، هي مهمة، هي حذف وفي الأجزاء نفس طبعًا الوقت إحنا ال3 أول سيزون. حد تقريبا يعمل بودكاست عن محمد نجم، عن محمد شبل. يخرب بيت كده، محمد نجم مين؟ بالضبط، هو صح؟ أقول لك على حاجة، أنا أصلًا كنت مخطط إن أنا أعمل حلقة عن التعويذة، بس أنا ما رضيتش أعملها، لأن أنا قُلت هأجلها لمّا يتعمل البودكاست الأول، عشان تبقى أنت مم. الأول اللي عاملها، فاهم؟ يعني طلعت معاك أنت الأول، فاهم؟ بس هي فعلًا في لا، دماغي إن أنا حركة حلوة. أعمل. ما هو أنا إيه، عشان فاهم، عشان ما ييجي شغل ال تسويق ده. تعمل ما عايز تعمل حلقة بودكاست عندك؟ لأ، مش بودكاست، كنت عايز أعمل حلقة ذاتية بشخصية قائمة بيّا بس على الحياة. أنا من النوع اللي مم. ما باحبش حد يكتب لي أو حد يقول حاجة بلساني، فاهم؟ أنا أقول اه، الحاجة فاهم. بطريقتي، فاهم؟ يعني أنا حتى إيه، لمّا أنت قُلت لي كل واحد يتكلم عن حاجة، أنا كنت موافق على ده، لإن أنا ما احبش حد يتكلم عن الفيلم اللي أنا هاتكلم عنه أو أنا أتكلم عن فيلم حد تاني. ممكن مم. نعلّق سوا وبتاع، وده اللي كان حلو في الحلقة دي، إن أنا ما اتضايقتش خالص، لإن ما في اختلافات في وجهات النظر في كذا نقطة كده. مثلًا أنا وأسامة مثلًا، مش هو معاه شخص كفكرة إن هو ممكن يبقى تجاري، بس كل واحد قال الحاجة اللي هو حاسسها في الفيلم اللي هو شافه، ومش الأشياء الجميلة، لأن وكل واحد حتى خد لو أنا اتكلمت قليل، فأنا برضك يعني أنا معاك آه. ومتفق معاك. انتوا قلتوا الكلام اللي أنا كنت عايز أقوله أصلا، فاهمني؟ فعشان كده أنت أنا اتكلمت قليل طول الحلقة. بالضبط، وده شيء كويس منك، إن أنت برضه سِبت مساحة للناس اللي معاك إنها تتكلم يعني، فاهم؟ أنت صاحب البودكاست بتاعك، بس أنت سِبتهم إن أنت برضه مهمًا كان أنت المستضيف أو وكانت إنها تجربة تبقى أولى، عندك. يعني أنا أول مرة أعمل بودكاست. لأ، لأ، وتجربة ناجحة يعني، هتبقى ناجحة، وأتمنى لها إن هي تستمر يعني.